بجد حطتني اون ذا سبوت بطريقه، يا ابن المحظوظه انت جالك ايه؟ فقلت له اقسم بالله. نقف هنا ثانيه يا جماعه، هو انا اكشلي ممكن العب في نوادي، ودي تبقى حياتي وده يبقى مسيرتي. جت على دي عمر والنبي ايه ده؟ ما تعملش كده دلوقتي، لما نرجع انا عايز اقعد معاك. انت قلت لي كلمه جميله جدا حابب اشيرها مع الجمهور صراحه. قلت لي انا كده هلعب. انا اتصبت ومش هلعب كوره، وكمان الحلم راح خلاص، الحلم اتقفل. لازم تبقى بتتكلم بنفس طريقته، يعني لو قلت ترمينولوجي مش في البيزنس بتاعه انت بتخسر التراست من الاول. انت داخل انت كونسلتنت. لما تاهلنا دوري الجامعات ما كانش فيه كوتش، ما ردش على المسج من ساعتها. مهند had this idea, he sparked it in you but you were already prepared. في اخر سنه بس الموضوع بدا يماتيريالايز. مفيش حاجه بتحصل في حياتي غيره هي الخير ايا كان. عجبني قوي معيار خلاص حطيت راسك على المخده، راضي يا صاحبي ولا مش راضي. ولون شرابكو نفس لون الشراب التاني التاني، ما ينفعش. القصه بدات ازاي؟ انه مش شغلك اللي بيفرق قوي، كلام الناس عليك هو اللي بيفرق. الايمج بتاعتك هي اللي بتفرق. يا دوب بنزل من المطار بفتح الداتا لقيته باعت لي مسج. انا اصلا شخصيه انتروفيرت، فلما بخش على مكان جديد دايما ببقى مقفول على نفسي. للاسف النقطه دي جات لي متاخر قوي في حياتي. let's get to the good stuff. يلا بينا. ابقى ماشي في حاجه وخلاص، هي الحاجه دي اللي انا عايزها، والحاجه دي اللي انا بسعى ليها وبجتهد وبعد كده ما بتحصلش، ولا ربنا فتح باب تاني عشان بس انا حطيت المجهود. هو انا ازاي كنت بسال الناس المستقبل رايح فين وهم عايشين معايا في الحاضر؟ هو هيعرف منين برضه؟ فبالنسبه لي الكوره كانت الحاجه اللي بتسهل عليا ان انا اتعامل مع الناس. ما تعمليش الغلطه اللي انا عملتها، حطي مجهود في انك تعملي ريسيرش. اعتمدت على كلام الناس اللي هو ايه اللي فيه المستقبل. 3 2 1 اكشن. انا النهارده يا جماعه معايا ضيف مختلف شويتين ثلاثه كمان، عشان قصه حياته فيها كميه مطبات غريبه وفيها كميه طموح معاكسه. احنا بنتكلم النهارده عن واحد كان almost يعني على مشارف الاحتراف في كره القدم، لواحد دلوقتي co-founder لشركه اي تي في الامارات وفي الكويت. واحد كان بيسعى لألقاب زي ألقاب الهداف الدوري أو نوادي معينة تكلمه وتحاول تتواصل معاه علشان يلعب باسمها، وفي نفس الوقت نوادي معينة اقتنعت تمام الاقتناع إنها تجنسه علشان بس تلعب، عشان بس تاخده معاها في الفريق. لواحد ربنا أنعم عليه بالرباط الصليبي، ومن هنا يجي قصص كتير جدا تغير في محور حياته وتوصله للمكان اللي هو وصل لها النهارده، التي هي تكاد تكون بعيده تمام البعد عن كره القدم. حلم كبير جدا اتبنى لسنين كتير جدا، وموهبه بسم الله ما شاء الله جباره. واللي اعتقد انه الحلقه زي دي هتخاطب اذهان كتير جدا من الشباب، علشان مفيش ثلاثه تقابلهم غير واتنين منهم انا عايز ابقى لعيب كوره. بس هل انت عارف انت محتاج تعدي على ايه؟ وضيف النهارده عدى بايه؟ وفي الاخر ما حققش الهدف اللي هو كان بيطمح اليه، بس ربنا سبحانه وتعالى انعم عليه في حته تانية وغير البوصله بتاعته عن طريق الاحداث اللي عدى بيها، كوقعات او كانجازات، كنجاحات او كنقط فشل، للشخص اللي انا اتشرف تمام الشرف انه معايا في اي اي توكس. يا جماعه النهارده معايا عمر الشويخ. عمر الشويخ شخص انا اتعرفت عليه ايام الجامعه، شخص بسم الله ما شاء الله يعني حق التعبير ان انا اقول من يحمل كونسبت الروح الرياضيه. واحد انا اعتبره مثل اعلى في كتير جدا من الانماط الحياتيه، او في اجزاء جدا من حياتي بشكل عام. هو ممكن ما يكونش عارف ده، بس ايام الجامعه كان في ناس معينه كده تبص لها وتشوف انه لا، الشخص ده انت مهتم جدا تعرف هيعمل ايه في حياته حتى لو انتوا مش على تواصل. فانا كنت مراقب كده من بعيد لحد اما تواصلت معاه تاني، ويعني اتشرف انه الحمد لله كان عنده الوقت الكافي انه يسمح لي استضيفه في برنامج اي اي توكس، واسمع منه على عجاله الحياه بتاعته مشيت ازاي وعمل ايه. وصعقت الصراحه، صعقت من اللي سمعته، صعقت من المطبات،
وأتمنى كل أب وأم وكل شاب وشابة تنصت أوي للحديث ده، عشان إحنا كنا بكل سهولة ممكن نعمله بالإنجليزي، بس حتى عمر أشار إلي إنه العربي هي لغتنا في الأول وفي الآخر، وفي نفس الوقت إحنا عايزين نوصّل ده للناس اللي تشبهنا. قصته ملائمة جدًا لناس كتير جدًا نعرفها وناس ما نعرفهاش، فأنا أتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إنه وأأمل إنه الحلقة دي تنال إعجابكم إن شاء الله. أسيبكم مع عمر الشويخ. عمور، أنت ضيفي النهارده ومشرّفني ومنوّرني في AE Talks، وحابب الأول أبدأ بحاجة بسيطة جدًا. عايزك تمسك الميكروفون وتعرّف الناس مين هو عمر الشويخ للناس اللي لسه ما تعرفوش. طيب أول حاجة شكرًا إنك استضفتني، والشرف ليّا طبعًا، مبسوط جدًا إن أنا معاك، ومبسوط إن أنا معاك من أول الحلقات يعني في البداية، فدي حاجة تفرّحني جدًا. سريعًا كده أنا مين؟ أنا اسمي عمر الشويخ، مصري، مولود في السعودية، باحب الكورة زي ما أنت شرحت يعني، أنا مجنون كورة، باعشق حاجة اسمها كورة، فأنا حياتي كلّها تتلخص عن الكورة يعني. خلّصت يعني خلّصت الhigh school بتاعتي أو الثانوية العامة، ورُحت درست في ماليزيا، درست هندسة، حاجة أنا ما باحبهاش خالص وهنتكلم فيها في خلال الحلقة بشكل كبير. وبعدين زي ما أنت قُلت قرّبت لحلم الكورة، وبعدين الدنيا ما مشيتش، ودلوقتي أنا co-founder لشركة IT اسمها Kernel IT Solutions. فده brief سريع عني كده، أتمنى يعني إيه أكون زي ما بيقولوا كده خفيف على قلوب الناس الحلقة دي، وإن شاء الله الناس إيه تنبسط بالحلقة. ويبقى إيه، حاجة يطلعوا منها بحاجة باستفادة، لو استفادة واحدة. أنا عجبتني حاجة أوي أنت قُلتها في الحلقة بتاعة هَمسة، إنه لو شخص واحد بس استفاد، دي بالنسبة لك كفاية، فبالنسبة لي برضه هتبقى حاجة جميلة جدًا إن الواحد لو يوصل لشخص واحد، دي هتبقى حاجة حلوة جدًا. حقيقي وأنا أتّفق معاك جدًا الصراحة، علشان أنا excited أوي إني أخُش بقى في التفاصيل، والناس تبدأ تعرف أنا جايب الطاقة دي كلّها منين. بس حقيقي ما حصل وراء الكواليس فهو في حد ذاته أصلًا محتاج حلقة لوحده. بالضبط، دي حقيقة. ولكن خلّيني أستغل الفرصة دي أزور عمر الشويخ، الشاب اللي اكتشف إنه بيحب الكورة، وبيقول يا رب، وحلم من أحلامه إنه عايز يحترف في يوم من الأيام ويلعب كورة ويحترف فيها بشكل كبير جدًا. القصة بدأت إزاي؟ إنك عرفت إنك أنت بتحب تلعب كورة، ومشيت معاك إزاي؟ قصة I think أي حد في جيلنا يعني أو في أي جيل هينزل يلعب كورة، يعني أكتر رياضة معروفة إنها في مرّة من المرّات تنزل تلعب كورة. فمرّة على مرّة هتلاقي إن الناس بتقول لأ ده بيعرف يلعب، ده عنده موهبة. سواء بقى كنت في المدرسة، سواء كنت بتلعب في الشارع مع صحابك، فأيًا كان المكان اللي أنت بتلعب فيه هتلاقي إن أنت عندك الحتّة دي. فبالنسبة لي أنا ككورة اللي خلّاني أبقى متعلّق بيها أوي، غير فكرة إن هو أنا بانبسط وأنا بالعبها، بس اللي علّقني بيها إن أنا أصلًا أنا شخصية introvert، فلمّا باخُش على مكان جديد دايمًا بابقى مقفول على نَفْسي، مش عارف أتعامل يعني ما باتعاملش أوي مع الناس. فالحاجة اللي ساعدتني لإن أنا برضه نقلت أكتر من مدرسة وأنا صغير، أنا نقلت 3 مدارس وأنا صغير، فالحاجة اللي كانت بتخلّي الموضوع سَلِس وسهل إنه أنا بالعب كورة. فأنت لمّا تخُش أول حصة ألعاب وتلعب والناس يشوفوك، فدي break the ice، بتدخّلك في الأجواء على طول، إن هو ده بيعرف يلعب كورة، فالناس تحب تتكلّم معاك، فبتسهّل عليك الدنيا شوية. فبالنسبة لي الكورة كانت الحاجة اللي بتسهّل عليّا إن أنا أتعامل مع الناس، فدي كانت البدايات خالص مع الكورة. فمن ساعتها والحمد لله يعني ربنا الواحد كان يعني بيعرف يلعب كويس، فلمّا كنت بتخش تلعب ماتش وفريق تاني يشوفك فيكلمك فيقول لك لأ طب أنا عندي ماتش تاني مع فريق تاني ما تيجي معانا، وهكذا، وهكذا، وهكذا. فأنا اللي خلّى عندي زي ما تقول حياة اجتماعية أكبر هي الكورة، فده اللي خلّاني أبقى متعلق بيها. فده ببساطة يعني الدنيا بدأت إزاي معايا في حتة الكورة يعني. عجبني أوي إزاي ربطت فكرة إن الكورة هي كانت المستنفذ بتاعك إنك تعرف تبني حياة اجتماعية، وتتعرّف بيها على الناس، والناس تعرف مين عمر الشويخ وهكذا. أول مرّة أسمع الصراحة الرابطة دي، إن الكورة هي كانت السبب اللي هيخلّيني أعرف أعمل حاجة، وفي نفس الوقت أظهر فيها بشكل عاجبني أنا كعمر الشويخ. آمم، خلّينا كده نسلّط الضوء شوية على أيام الجامعة. عمر جميل. دلوقتي قرّر إنه يدرس هندسة،
عايز ارجع لنقطه هندسه دي. صحيح. هل كانت عشان كانت ستيريوتيبيكال مصري فلازم يا هندسه يا طب، ولا كان في بريشر من الاهل، ولا الموضوع كان حب، حب البدايات زي ما بيقولوا، لا هندسه وانا فاكر نفسي شاطر في الماث فانا هبقى جامد جدا في الهندسه. قصه هندسه جت معاك ازاي؟ هو بص، هو كومبينيشن كل اللي انت قلته ده، يعني اضرب كل ده في الخلاط هتطلع لي اخترنا هندسه. هو الحمد لله، يعني والدي ووالدتي عمرهم ما فرضوا عليا حاجه، يعني ما كانش في بريشر منهم من الحته دي. بس في الاول وفي الاخر انت كمجتمع عربي مصري كمان برضو بالخصوص، انت اي حته هتروح لجدك جدتك، هتروح لاصحاب اهلك، ها هتطلع دكتور ولا مهندس؟ هتطلع دكتور ولا مهندس؟ وانا كمان بابايا دكتور. فبرضو في حته انه بتشوفها في عينيهم لما مثلا وانت صغير تقول انا ممكن اطلع دكتور، ففي حته لمعه كده. عمرهم ما هيقولوا لك لا ما تروحش او روح، او هيفرضوا عليك، بس برضو تحس انه نفسهم فيها. برضو احنا الكالتشر عندنا بايه، الدكتور المهندس بالذات دكتور عنده ليفل معين، او عنده يعني ستاتس كده انه انا دكتور. فمن وانا صغير لقيت نفسي برضو شاطر في الماث، بحب الماث، فيلا بينا. فاللي هو خلاص طالما كده انا ماليش في الطب خالص، انا ما بقدرش على العمليات والدم والكلام ده كله، مش انا خالص. فالطب ما كانش اوبشن. فايه البديل؟ هندسه، انت راجل بتحب الماث، وهندسه دي مستقبل، و... وهتاخد معرفش ايه، وهتشتغل فين. قلنا خلاص نروح هندسه. فمن هنا جت ان انا الحمد لله الحمد لله دخلت هندسه. حلو قوي موضوع الخلاط ده، اللي هو احط كل ال 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 المسلمات اللي احنا بنسميها، طب 100%. هندسه، العادات والتقاليد المصريه الجميله جدا. آم، وفي حاجه كمان، لو هقطعك بس برضو، دايما بحس انه احنا برضو كجيل بنحط شويه ضغط على اهالينا من ناحيه انه انتوا اخترتوا ان هم خلونا هم نروح الحاجه دي. بالنسبه لي انا ما باحسش بكده. دايما بقول ان المجتمع، او مثلا طريقه نظرتهم للحته دي، او طريقه كلامهم مثلا مع الناس وبشوفهم، فانا عايز افرحهم في الاول وفي الاخر. بس في نفس الوقت، وده كان انا بقول لاختي الصغيره دلوقتي، اختي لسه السنه الجايه المفروض هتخش جامعه وكده. فبقول لها انه ما تعمليش الغلطه اللي انا عملتها. حطي مجهود في انك تعملي ريسيرش، وتشوفي ايه الحاجات اللي موجوده، وايه الحاجات اللي خشي شوفي الكورسات اللي بياخدوها، وشوفي الشغلانات اللي ممكن تشتغليها بعدها. اعملي لستة، شوفي انت حابه ايه، شوفي انت ايه اللي ممكن يبقى انترستنج ليكي، شوفي الجامعات اللي موجوده، وبعد كده قرري. ما تعتم... انا اعتمدت على كلام الناس اللي هو ايه اللي فيه المستقبل. وهنا قلت لها برضو ما تدوريش على الحاجه اللي فيها المستقبل، لان معظم الناس اللي انا اعرفهم ما حدش اشتغل بشهادته، ده واحد. وفي الاول وفي الاخر الشغل ده رزق. يعني أيًا كان ال الشهادة اللي معاك، ربنا هيكتب لك شغلك ورزقك في المكان المناسب ليك، أنت بس محتاج تحط الeffort. فبرضه دي حاجة إنه لأ، هو ما لهاش علاقة بضغط، أو في ناس أهلهم بيفرضوا عليهم يروحوا كذا، بس في ناس اللي هو خلاص بقى بيسلموا الأمر. أنا كنت واحد منهم. فدايمًا بالوم نفسي في الحتة دي إن أنا ما حطيتش الeffort إن أنا أعرف أنا عايز إيه. مم. فدي برضه كانت point مهمة، حبيت إيه أشاركها سريعًا. حلو قوي نقطه، يعني عايز اقتبس من الحديث اللي انت عملته مع اختك، موضوع الريسيرش. وعاجبني قوي الصراحه الرابطه اللي انت ربطتها مع ان انت اتاثرت بكلام الناس اللي حواليك، زي ثلاث ارباع الناس اللي موجوده الا من رحم ربي. اتاثر قوي بكلام الناس، ودايما السؤال الجدير بالذكر: المستقبل رايح فين؟ وانت قاعد بتتكلم دلوقتي انا لو قعدت افكر، هو انا ازاي كنت بسال الناس المستقبل رايح فين وهم عايشين معايا في الحاضر؟ يعني هو هيعرف منين برضه؟ 100%. فهل مثلا اما احنا دخلنا الجامعه كنا نعرف ان اي اي هتبقى اي اي اللي هي النهارده اي اي؟ لو كنا نعرف ده خلاص بقى، خلاص كله يا جماعه هيخش داتا ساينس، هيخش كمبيوتر ساينس، هيخش ما صحيح. اعرفش ايه، ده بيجست اندستري، ده بيست بينج اندستري، ما اعرفش ايه الكلام اللطيف ده كله. بس الفكره كلها انت لخصتها بموضوع الرزق برضو. هو انت اسعى يا عبدي واسعى واعمل الشغل اللي عليك، بس في نفس الوقت هو انت مكتوب لك انت هتمشي ازاي، ومكتوب لك هتاخد ايه، بغض النظر عن الورقه الاي 4 اللي بتحط عليها لوجو الجامعه واهلك بيصرفوا عليهم دم قلبهم. بس الموضوع في الاول ال... وفي الاخر يعني اورديند يعني. اللي هي برضو الورقه اللي هي الكبيره دي، لحد ما اظنش انت عارف انت هتشيلها انا ما اعرفش انا ورقتي فين لحد دلوقتي، يعني انا خلاص هي اتاخدت واتشالت وخلاص، يعني ولا استخدمتها من ساعتها يعني. يعني في الاول وفي الاخر كل اللي يهم ان الواحد بيحط مجهود في حاجه، وبعد كده ربنا بييسر. ودي حاجه هتبان على مدار بقى الحلقه، الحاجات اللي حصلت في حياتي،
إنه أبقى ماشي في حاجة وخلاص، هي الحاجة دي اللي أنا عايزها، والحاجة دي اللي أنا باسعى ليها وباجتهد وبعد كده ما بتحصلش، والاقي ربنا فتح باب تاني، عشان بس أنا حطيت المجهود، إن أنا اشتغلت وحطيت المجهود إن أنا أعمل حاجة خلينا نقول الgoal اللي أنا عايز أوصل له، فربنا شاف المجهود ده، فربنا بيفتح لك باب التاني. فهي دي زي ما إحنا بنقول في مصر اسعى يا عبد وأنا أسعى معاك، فهي دي نفس الإيه، ال الفكرة يعني. فبس. عظيم عظيم. انا لكل الناس، انا حاطط نفسي دلوقتي مكان الناس اللي هي بتسمع الحلقه، عارف اللي هو زي ما بيقولوا كده بالاجنبي let's get to the good stuff. عارف. يلا بينا. آم، فانا سامعكم وانا هخش على طول في صلب الموضوع. عمر الشويخ امتى حس بجد ان الكوره دي لا ممكن تبقى بروفيشن، وممكن احترف بجد بقى، الموضوع ما بقاش شغف بس، لا نقف هنا ثانيه يا جماعه، هو انا اكشلي ممكن العب في نوادي، ودي تبقى حياتي وده يبقى مسيرتي؟ امتى كانت النقطه دي؟ هو للأسف النقطة دي جات لي متأخر أوي في حياتي، يعني أنا وأنا صغير طبعًا باحلم أبقى لعيب كورة، وبانام بالليل أبقى باحلم إن أنا باجيب جون في final Champions League والقصص دي كلها يعني. بس من وأنا صغير في السعودية ما كانش الموضوع متاح أوي، الأجانب ما كانش ليهم إن هم يخشوا النوادي، فما كانش عندي فكرة إن هو ما فيش طريق إن أنا أعمله غير إن أنا أنزل أدرس في مصر وأعيش في مصر وأعيش بعيد عن أهلي وأنا صغير، فما كانش الموضوع متاح. فبالنسبة لي خلاص أنا كده هالعب كورة، حاجة بانبسط بيها زي ما قُلت لك، بتعرّفني على ناس، باطلّع فيها طاقتي، فخلاص أنا كده هالعب. رُحت الجامعة، وفي الجامعة الموضوع كان active بقى أوي أكتر، لإن خلاص أنا كمان سافرت، يعني أنا ما كنتش عايش مع عيلة، أنت عايش لوحدك، فأنت ممكن أنا كان ساعات ييجي لي مثلًا حد يكلمني الساعة 02:00 يقول لي في ماتش كمان ساعة، وبننزل نلعب الساعة 03:00 عادي جدًا. فعندي الflexibility إن أنا ألعب في أي وقت، كنا ساعات بنسافر عشان نلعب، فلعبت كتير أوي، أنا قعدت في nottingham 5 سنين. في آخر سنة بس الموضوع بدأ يmaterialize، يعني في آخر سنة الموضوع بدأ إن هو لأ ممكن يحصل حاجة، لإن أنا كل السنين اللي قبلها إحنا بنخش بطولات الدوري الجامعات سواء كورة والّا الخماسي اللي هو الفوتسال، أنا في الآخر كنت هاحترف في الفوتسال مش في ال11. مم. فلعبنا يعني مشينا ال 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 قعدت ألعب فترة ورا فترة ورا فترة لحد آخر سنة. برضه قبلها بسنة، وهنا برضه تيجي موضوع الأرزاق وكده، أنا كنت ساعتها كنت مركّز على ال11 مع الفريق، كنت بالعب خماسي كده والّا كده، وكان عندنا مدرب، المدرب ده كان مقتنع بيّا جدًا. ف لأ فجأة مرّة من المرّات الصيف خلاص بدأ، رجعت عادي لأهلي عشان أقعد معاهم، سِبت ماليزيا، يا دوب بانزل من المطار، بافتح الdata لقيته باعت لي message بيقول لي: "عمر، كان في team فريق كورة بقى، بيتابعك بقى له فترة، تمام، ومعجبين بيك والكلام ده كله، وعندهم وعايزينك فترة معايشة أسبوعين، تبتدي من بُكرة." قُلت له: "طب أنت ليه ما يلا. قُلتليش، ليه ما واو. قُلتليش الموضوع ده مثلًا يوم بس قبل، يعني يوم بس، كنت هاحجّز الطيارة والله، بس خلاص يعني مستحيل، الطيارة 9 ساعات، فخلاص يعني مش هاقدر أعمل لك حاجة." ساعتها الموضوع بالنسبة لي وجعني، إن هو يعني عمّال بالعب وباروح تمارين بس ما فيش، يعني جات على دي، وقال لي لإن هو بتبقى فترة الtrials دي بتبقى في الصيف بس، وأنا الصيف كلّه هابقى هنا سواء بقى في مصر أو في الإمارات مع أهلي، فالفكرة كلّها في الموضوع إنه خلاص انسى الموضوع، وإن أنا أقنع بقى أهلي إن هم يدفعوا تيكت تاني يرجعوني عشان ما اقعدش معاهم الصيف وكده، انسى، وكورة كمان، الموضوع ما اه. كانش option، فخلاص فالدنيا ما مشيتش. والcoach ده أصلًا ساب الجامعة وما مرّناش والكلام ده كلّه، فالموضوع نام خالص. تيجي بقى السنة اللي بعدها، اللي هي بقى آخر سنة ليّا في الجامعة، آآ بدأ أنا أصلًا برضه دي حاجة برضه من الحاجات المهمة، إن أنا كنت أنا أي حاجة باعملها في حياتي باخدها، ما باحطش مثلًا 50% 60%، أي حاجة أعملها في حياتي أعملها 100%. فتمارين أنا أول واحد في التمارين، أنا دايمًا أنا اللي دايمًا باحاول أزُق الناس عشان يتمرّنوا، ب I push myself to the max، ما أي حاجة هاخشها طالما هاعمل حاجة يبقى I have to do it to the limit، يعني أحُط 100%. فكنت دايمًا باحرص إن أنا دايمًا أشتغل، إن أنا أروح أحضر تمارين. وفي آخر سنة كنت أنا كمان الsports officer، فكان عندي access شوية على البطولات اللي بتحصل والكلام ده كله، فكنت باعمل أنا الresearch وأروح وأكلم الجامعة وأقول لهم في كذا وما أعرفش إيه، وكانت الجامعة ساعتها مش مؤمنة بالفريق أوي،
من فريق الجامعه. فاحنا لان احنا برضو جامعه انترناشونال، والمواهب ما بتبقاش عاليه قوي لما تيجي لللوكالز، وانت محصور في عدد الاجانب اللي في الجامعه، والجامعه معظمها اجانب والكلام ده كله. فما كانش في بليف، لان الجامعه بقى لها، انا كنت بقى لي 4 سنين قبلهم، عمرنا ما وصلنا وتاهلنا دوري الجامعات. كل مره بنوصل لاخر مرحله وبنخسر. بس انا ما بيأسش يعني، ففضلت ازن دخلونا البطوله. انا اللي كنت بمرن الفريق يعني، انا اللي عملت الفريق يعني، قلت مين اللي هيتاخد، كنت بعمل لهم تمارين وسكادجول، وكنا بقعد مع السبورتس. اللي خدت الدور ده. ما كانش فيه كوتش يعني. احنا لما تأهلنا دوري الجامعات ما كانش فيه كوتش. في دايما قصة حلوة بحب احكيها يعني، ان احنا لما كنا يعني لما تأهلنا، او هو يوجوالي لان ماليزيا فيها كذا ستيت، فهم بيعملوا زي كواليفايرز ما بين الستيتس. اول 4 بيتأهلوا لدوري الجامعات، والاربعه اللي في دوري الجامعات بينزلوا اخر 4. فدي بتتعمل كل سنة. فاحنا اقنعت الجامعة ان احنا نسافر. هي كانت سفرية 8 ساعات بالعربية بالباص. فاحنا من كتر ما الجامعه مش واثقه فينا، احنا رحنا كنا 13 لعيب، تمام، راكبين في فان بيشيل 9، واو. تمام، واحنا مشوار 8 ساعات، تمام. فانت بالظبط، فانت بتتعذب. فاللي هو خدنا الفان ورحنا. لعبنا البطوله، الدنيا ماشيه تمام. على ثالث ماتش، هي ثالث يا تاني ماتش مش فاكر، تمام. احنا طبعا رايحين بالجيرزيز بتاعتنا احنا يعني، احنا كنا عاملينها آه، ورايحين بجيرزي واحد، ده الناس غلابه. بس الرولز هناك انت لازم تروح باتنين جيرزيز، ولازم عندك هوم كيت واوي كيت والكلام ده كله. فداخلين الماتش، فانا الكابتن فواقف جنب الحكم. خلاص الماتش هيبتدي، فلقيت الحكم بيقول لي ديسكواليفاي، وبيتكلم ماليزي بقى، انا مش فاهم هو بيقول ايه. حاجه ديسكواليفاي. ليه يا جماعه هتقول لي حد بيتكلم ماليزي؟ بيقول لي لو انتوا الاوي تيم، ولون شرابكم نفس لون الشراب التيم التاني، فما ينفعش، لازم، لان انتوا لازم هما، احنا لابسين اسود وهم لابسين اسود. يا نهار ابيض. واحنا طبعا لا عندنا المعلومات دي ولا اي حاجه، احنا رايحين كده على الله يعني. فاللي هو خلاص هندسكواليفاي، خلاص هيخسرنا الماتش 3-0 واحنا لسه ما دخلناش يعني. يا جماعه انتوا بدونا فرصه، طب نلعب. ما فيش يا عم، يهديك يوريك، ما فيش. فقام جاي كان معانا حد برضو اللي هو اللي كان مسؤول من سبورتس كومبلكس. آه عمل برضو حركه انقذنا بيها، بس كانت حركه صعبه، ان هو راح للماتش اللي قبلنا، تمام. هم كانوا لابسين شرابات غير اللون التاني، فاخد الشرابات بعرقهم وجابهم لنا. ويلا يا جماعه العبوا الماتش ده. ما ملهاش حل تاني غير كده. ما انتوا لو عايزين تتاهلوا، عايزين تحطوا الافرت. قمت جاي مكلم التيم، يا جماعه يلا احنا هنلبس الشرابات دي. ونزلنا الماتش ولعبنا، الحمد لله كسبنا. ومشيت الدنيا معانا لحد ما كواليفايد، الحمد لله يعني. كان برضو موضوع متعب قوي، لان انت برضو ما عندكش فريق، انت يا دوب بتلم الناس بالعافيه و... وبتلعب الماتش كامل فبتموت. انا اخر يعني اخر ماتش كنا لو خسرناه هنلعب ماتش تاني عشان نتاهل، او لو كسبنا نتاهل على طول. فقلت لهم يا جماعه احنا ميتين، احنا لو ما كسبناش النهارده بكره هنروح الماتش بعكاز. يعني بتلعب ماتشين في اليوم، فالموضوع كان صعب. قلت لهم احنا لو we did not put the effort، فالناس دخلت الماتش، احنا اكلنا الاخضر واليابس. الحمد لله كسبنا وتاهلنا. وهنا بقى بدات، اولا الجامعه بدات تصدق فينا، دي اول حاجه. وتاني حاجه بدا يبان قدامي انه لا ممكن، لان اسمي اتعرف، لان انا في التصفيات دي انا كنت الهداف. الجامعات اه. بدأت تعرفني، كمان انت مصري. فالناس مو صلاح كان برضو، الدنيا برضو صلاح كان برضو الفترة دي مولع. فبالظبط. فالدنيا شوية ايه كانت ماشية حلو الحمد لله. بعد كده اتأهلنا، الجامعة بقى جابوا بقى كوتشنج ستاف ومدرب حراس ومدرب فتنس خلاص بقى، لو خلاص انت بتلعب دوري جامعات، فانت الموضوع بقى خلاص بقى you're playing almost، خلينا نقول سيمي برو، تمام. فبدأنا ولعبنا وبرضه اسمي ابتدى يتعرف. أول سنة لعبنا في دوري الجامعات كنت أنا تاني هداف في الدوري الجامعات. ما كسبناش طبعا، كنا لسه أول سنة نتأهل. السنة اللي بعدها على طول وخلي بالك أنا السنة اللي بعدها دي أنا كنت خلاص سبت الجامعة، اتخرجت. اوكي. فأنا لعبت أول دوري جامعات، أنا كنت لسه في الجامعة. السنة اللي بعدها أنا كنت بتخرج خلاص. بس أنا كمصري كنت عامل إن أنا مطلع ماجستير عشان الجيش، عشان أسافر. فكنت واخد اعفاء من الجيش ومعايا ماسترز ان انا مقبول في نوتنجهام، بس ما اخدتوش. فعرفوا يلعبوني في الدوري الجامعات، فلعبت وكسبنا الدوري واخدت احسن لاعب، ما شاء الله. تمام. وكنا اول جامعه انترناشونال تكسب الدوري.
فكانت برضو حدث، وبرضو طب مين اللي عمل كده معرفش ايه. فاسمي سمع، وكان قبلها برضو كنا بنلعب بقى بطولة مسيسوا اللي هي بتاعة الجامعات الانترناشونال، وبرضو اخدت احسن لاعب، ما كسبناش البطولة، خدنا تاني بس خدت احسن لاعب برضو. فهناك بقى ابتدى يحصل بقى ايه، انه جامعات تكلمني عمر ما تيجي نديك سكولرشيب وتلعب معانا، بس سكولرشيب لازم انا خلاص مخلص، انا متخرج يا جماعه، عايزين ناخد 3 سنين تانيين ادرس حاجه تانية. عشان قلت لهم لا يا جماعه، ده يعني ده افرض حتى نوتنجهام ذات نفسها offered me a scholarship، بس قالوا لي لازم تبقى اندر جراد مش هتاخدها بوست جراد. قلت لهم لا انا مش هعمل ماستر، يعني مش هقعد 3 سنين ادرس لي حاجه تانية، انا اوريدي بالعافيه خلصت هندسه، هتخليني اخش حاجه تانية؟ فبالنسبه لي ما كانش اوبشن، لحد ما جه في 3 فرق من الدوري الماليزي كلموني. آه رحت عملت ترايل مع احسن واحده فيهم، اللي هو كان التاني على الدوري ساعتها في الدوري الخماسي. فرحت عملت معاهم ترايل، سافرت قعدت يومين هناك وعملت الترايلز والدنيا تمام، ولقيت الناس بيقولوا لي انت معانا واحنا عايزينك والكلام ده كله. ما اخدتش منهم ديتيلز، بس هنا بقى اللي هو كانت البدايه، اللي هو لا انا الحلم ممكن، يعني انا ممكن ابقى لعيب كوره وحطوا بقى بوست دول اللعيبه اللي احنا قابلناهم وما اعرفش ايه. انا لسه ما عنديش اي ديتيلز، يعني هم الترايلز خلصت، عرفت ان انا اختاروني لما صوروني وقالوا احنا هننزل على الفيسبوك، قلت خلاص يبقى انا قبلت. طب ايه النكست ستيبس؟ ما حدش كلمني. فدي كانت البدايه في القصه كلها يعني. فبعدها حاسس ان انا بتكلم كتير صدعتك. يعني انا لا ده انا متاكد الناس هتستمتع. فبس فاللي حصل انه آم، كلمني بقى واحد من المسؤولين في النادي. قال لي عمر احنا عندنا مشكله ان انت ما لعبتش في النادي قبل كده، فدايما هم عشان تلعب لازم عندك بطاقه مع الفيفا او كارت مع الفيفا او كده، عشان يبقى عندك بروفايل عشان يعرفوا يسجلوني. فقال لي احنا، وبرده كان ساعتها في الدوري الماليزي انت مسموح لك اجنبي واحد بس بير تيم. فقال لي احنا عينينا على لعيب اجنبي تاني، تمام، اوريدي بيلعب وما اعرفش ايه، بس احنا عايزينك والمدرب مقتنع بيك قوي، فاحنا هنجنسك. ده الحل الوحيد ان احنا. يس. بالظبط. ويا جماعه للناس اللي ما تعرفش، الجنسيه الماليزيه دي يعني تكاد تكون من اصعب الجنسيات اللي ممكن تاخدها في حياتك. يعني دي حقيقه. الجنسيات الاجنبيه لدول المهجر اسهل بكتير جدا من ماليزيا. فواو ذاتس ان اتشيفمنت في حد ذاتها. اوكي. فبالنسبه لي الموضوع كان من كل النواحي حلو، هتاخد باسبور تاني، فانت موضوع الجيش خلاص يعني الحمد لله مش هنشيل همه. وبعدين هتلعب كوره، حلمك انك تبقى بتلعب وحياتك كلها مكرسه ان انت بتتمرن وبتاكل وبتنام وبتصحى عشان دي شغلانتك. ده كان حلمي. فكنت طاير طبعا ومبسوط وخلاص، وكلمت اهلي، وطبعا ما كانش فيه استحسان قوي للموضوع، لان طب يا جماعه الهندسه اللي انت مطلعها دي، قلت لهم خلاص مش عايز، كنت عايز الشهاده، اهي الشهاده اهي، خد على اللي هو في البيت، سيبوني في حالي. فبس فبدأ الموضوع، ومن هنا بقى بدأت خلينا نقول الداون فول او الوقعه. لان الفتره دي من ساعه ما انا اخدت يعني ادوني الخبر ده، لحد مثلا تكلم سنه ونص انا متخرج مهندس، مستني الجنسيه تيجي عشان العب مع الفريق، بس انا مش قاعد في ماليزيا لان انا ما عنديش لسه اقامه او حاجه، وما ينفعش كل شويه 3 شهور وترجع وما اعرفش ايه، وبرضه ما عنديش، مش عارف اقعد فين، ان هم اصلا في ستيت تانية غير الستيت اللي انا عارفها، فالموضوع ما كانش سلس. فرجعت بدور على شغل مش لاقي. كان في ساعتها برضه مشروع علاقه وجواز برضه ما مشيش. فكانت الفتره دي بالنسبه لي اللي هو سواد، تمام، لا فيش حاجه ماشيه. واللي حصل بقى بيزود الطينه بله، انه اول حاجه انه حصل انقلاب في ماليزيا. يا جماعه الموضوع ده اخر الدنيا شويه. طب مشوا الدنيا يا جماعه، ما انت اصل رئيس النادي ابن سلطان باهانج، فانت كونكشنز مشي لي الدنيا. ما مشيتش الدنيا، قالوا لي لسه عشان لسه وزير ما اعرفش ايه ما جاش ولازم يتعين. ولما تعين قلنا ها، كورونا جت. فاللي هو الدنيا بقى مش وقفت خالص، الدنيا نامت بقى خالص. فاللي حصل انه بقى ساعتها انا بقى دخلت بقى في حاله يأس كامل بقى، ان هو يعني الحلم اللي انا كنت بحلم بيه طول عمري، اللي كنت خلاص بقرب منه، خلاص مع السلامه. او مش مع السلامه، عمال بيبعد واحده واحده. عمال بقدم على شغل، والناس اللي اتخرجت من الجامعه وقدمت على شغل تفهم الموضوع صعب قوي ازاي، سبيشالي لو انت ما حطيت، يعني ما عندكش كونكشنز، ما فيش حد تعرفه هنا، ما فيش نتورك هنا.
الموضوع بيبقى صعب. يعني انا الشيت ده مسحته لان كنت بفتحه وكنت بكتب. انا دايما منظم بحط كل حاجه في شيت. دايما شيت مثلا في مثلا 1000 شغلانه، وايه اللي حاطط ديسكريبشن لكل واحده، وانا مقدم ولا واصل لفين، والريجكشنز اللي جايه لي. الشيت ده يعني بحط الافرت بس مفيش حاجه. وبرده موضوع العلاقه برده مش ماشي، والدنيا هتقف وخلاص. اسودت خالص. فهنا كان تقدر تقول التريجر اللي يعتبر غير حياتي. ان انا كنت قايل لك ان انا مطلع ان انا بدرس عشان اخد تمديد في موضوع الجيش والكلام ده كله. فقلت طب ما الدنيا كده كده مش ماشيه، والموضوع واقف، والدنيا كورونا اصلا، والدوري واقف، فخلاص مش مشكله. فاللي انا عملته ان قلت هنزل مصر، اعمل جيشي، افصل عن العالم ده شويه، واشوف اللي هيحصل. والفتره دي الواحد قرب شويه من ربنا، ويعني ابتدى يوكل امره لله يعني. فاللي حصل انه نزلت مصر، نازل اعمل الجيش، خلاص نازل اخش خلاص انا داخل، خلاص بعمل الكشف الطبي. طلعت من الكشف الطبي. الكشف الطبي كمان انت بيحط لك انا طلعت عشان حاجه في عيني. انا حرقت المفاجاه. بس anyways بيحط لك قطره عشان يعني يشوف الكونديشن بتاعت عينك يعني. فطبعها لي. فانت البتاع دي عينك بتتعب، فانت ما بتبقاش شايف. فطلع لي ومعايا ورقه كتب عليها حاجه بالاحمر، فانا مش شايف مكتوب ايه. يعني انا عايز اعرف ايه اللي مكتوب، ايوه مش ايوه ايوه. فاهم. لان انا عارف ان انا عامل عمليه في عيني، احتمال تجيب لي اعفاء، احتمال. فعايز اعرف هل انا جالي ما جاليش. انا قلت يعني هو بيسالني عندك حاجه، قلت له عندي، عامل عمليه القرنيه دي. فقال لي وقف حد، قلت له ينفع بس اقرا لي المكتوب بس كده. ايوه. ليه ليه يا ابن المحظوظه انت جالك اعفاء؟ قلت له اقسم بالله. بالحضن يا عصام. لا يا راجل، يا راجل ما تقولوا كده من الاول، ما الموضوع طلع سهل اهو، امال صعبينه ليه؟ فبس فهنا جت. يعني اللي حصل انه الواحد لما بص عليها كده، انه انا كنت شايل هم موضوع الجيش، كنت شايل همه قوي يعني، ممكن اكتر من اي حاجه تانية. فلقيت ان ربنا قال بيقول لك لا خلاص، ما هو الدنيا تمام اهو. خلصت موضوع الجيش بعدها باسبوع اسبوعين. كنت مقدم على شغلانه اللي هي اودو، ومقدم على كورس تبع الفيفا، لان انا لما لقيت موضوع الكوره مش ماشي قوي، قلت احاول ابقى قريب منه، جاست ان كيس حاجه حصلت ابقى اوريدي في المجال. كنت مقدم على سبورتس مانجمنت دبلومه مع الفيفا، وماشي في الانترفيو مع الاثنين. وواحد في نفس اليوم واحد اترفضت فيه، اللي هو بتاع الفيفا، اللي هو اللي انا كان نفسي فيه اكتر. خلصت الانترفيو. قالوا لي معلش، وانت البروفايل بتاعك حلو بس ما عندكش اكسبيرينس قوي، فهنحطك ويتنج ليست، بس بشكل كبير مش هتخش. قلت لهم تمام مش مشكله. وخلصت. والواحد لما بيبدا يتعلم حاجه ان هو بيحصل لي ركعتين لربنا، الحمد لله، والموضوع خلاص تمام. عملت كده، خلصت يا دوب بسلم من هنا، بعدها ب5 دقايق لقيت مكالمه من اودو: عمر انت اتقبلت. بس فلقيت ان الدنيا طول ما انت يعني ايه بتمشيها والموضوع سهل، ربنا بيسرها معاك يعني. فدي كانت القصة، إيه اللي هو أنا إزاي وصلت لحلم الكورة، وإزاي يعني كنت قريب منه قوي، وبعد كده إيه الدنيا ابتدت تقع 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 تقع. بس انا الصراحه يعني عايز استغل الحوار بتاعنا ده في wake up call او رساله ممكن نقولها للناس، او على الاقل انا استشفتها. عمر انت بس بعد ما خلاص كنت على مشارف الاحتراف وهتقدم و تيجي كورونا، وبعد كورونا قبليها يحصل الانقلاب اللي حصل في ماليزيا. وبعد كده تحس انه طب انا كفينا يا جماعه، ما عنديش اقامه، فاضطريت انك ترجع. هوب، طب الجيش، إيه الاخبار؟ طب يلا ننزل، يلا نشوف، زي ما انت قلت نفصل. فخدت القرار ان ربنا سبحانه وتعالى يسر لك الامر ان انت خدت اعفاء، فما دخلتش فما التحقتش بالجيش المصري. لا، لسه قدمت على انه انا هكمل في الفيفا، وهقدم في حاجه ليها علاقه بالفيفا، بالسبورت مانجمنت بشكل عام. انا اللي عاجبني هنا حاجه واحده، واعتقد ده يعني هستند بيه للحوار اللي قعدنا نتكلم مع بعض في الكواليس. انت قلت لي كلمه جميله جدا حابب اشيرها مع الجمهور صراحه. قلت لي انا كده كده هلعب. انا كده كده هلعب. انا دي استوقفتني قوي. المايند سيت ده يا جماعه هو بكل بساطه كده، بغض النظر عن النتيجه، بغض النظر عن الريزلت، بغض النظر عن انا رايح فين، هو انا كده كده هلعب. دي وراها مايند سيت انا عايز ادعبس فيه شويه.
انت لحد اما الموضوع اتقفل معاك ضبه ومفتاح، حتى من الفيفا، من السبورتس مانجمنت، و ساعتها انت خلاص سلمت امرك لله. عشان انا عايز بس اوصل فرق، او الديسكريبنسي بين اللي معظم الشباب وقع فيها، التوكل والتواكل. انا ازعم ربنا سبحانه وتعالى اعلى واعلم، انت توكلت على ربنا سبحانه وتعالى حق توكله. انت لحد اخر نفس خلاص هيتقفل الضب بمفتاح، ساعتها انت بتحارب قدرك بقى خلاص. هو انت ربنا كاتب لك، راسم لك طريق تاني. فانا عايز اسمع منك يا عمر، المايند سيت دي ازاي بتتبني، او تنصح ايش، تنصح بايه للشباب ان هم، لا هو انت you don't need to throw the towel now. انت مش محتاج ترمي عارف البوكسنج كده لما الكوتش يرمي الفوطه ويقول لك خلاص كده الماتش خلص وشكرا كده والحمد لله. امتى تعرف شكرا، وامتى تعرف لا كمل وعافر وزق؟ بص، هي صعبة قوي. يعني هي معادلة صعبة قوي قوي قوي. وخلينا نبقى واضحين، انا ما رميتش الفوطة في حتة الرياضة لسه، يعني احنا ممكن نبقى نجيلها بعدين. اوكي. بس الفكرة في الموضوع انه في الاول وفي الاخر انت لازم تحط مجهود. تمام. بس برضه لازم يبقى عندك بلان بي. يعني انا ما قلت لك، انا موضوع الكوره ده انا مستنيه. بس أنا كنت بقدم على شغل، ولو جالي شغل في هندسه او ايا كان الحاجه اللي بقدم عليها كنت هاخده. انا مش ضامن حاجه. انا مش ضامن موضوع الكوره ده هيحصل فيه، مفيش حاجه قدامي مكتوبه تخليني تضمن الموضوع. عشان كده دايما الناس اللي بتلعب كوره، يعني كان عندي برضو حد كان برضو قرب يحترف، معرفش، كنت بقول له اهتم بالدراسه. اللي بيقولوا اهلنا مهم، انه لا قدر الله حصل اي حاجه انت عندك الباك اب بلان بتاعتك. لازم تحط مجهود 100%. انا مش هوقف. انا كنت عارف انا وانا مؤمن بموضوع ان انا هلعب مع الفريق. كنت بتمرن وكنت بحاول اكل كويس والكلام ده كله، وعشان ابقى فت عشان لما تيجي ابقى جاهز. فبحط 100%، بس برضه بحط 100% في ان انا الاقي شغل. عشان كده لما جيت قدمت على سبورتس مانجمنت كنت في برضه شغلانه تانية بقدم عليها. فالفكره كلها في الموضوع ان انت لو مؤمن وشايف ان انت حاسس ان الحاجه دي كويسه ليك وانت حاببها، اجري وراها، ما تسيبهاش مهما كان الاسباب. بس ما تبقاش دي الحاجه الوحيده اللي انت مركز فيها. لان at one point لو الدنيا وقفت، خلاص انت ما عندكش خطه بديله ليها. خلي دايما يبقى عندك اكتر من حاجه، او مش اكتر حاجه بقى، عشان برضو الواحد، برضو احنا بني ادمين، والواحد ما يبقاش بيحط على نفسه ضغط. حط مجهودك في الحاجه دي، وشوف الدنيا ماشيه ازاي فيها، استخير ومشي امورك. بس خلي يبقى فيه just a plan B، عشان لو قدر الله حصل حاجه تبقى انت جاهز. وده اللي انا على قد ما اقدر بحاول اعمله في حياتي عامه. اي حاجه زي ما قلت لك، انا قلت لك في الاول ايه، قلت لك اي حاجه انا بخشها بحط فيها 100%. اي حاجه. بس حتى لو بعمل عيد ميلاد لحد صاحبي او حاجه صغيره قوي، حط 100%. خلاص، انا طالما انا دخلت في مشروع معين، علاقه مثلا معينه، 100%. الناس يعني انا الموضوع وصل معايا، لان انا مسجات انا عمري ما اخلي حد لو شفت المسج انا هرد. خلاص، انا شخص دايما مع تعاملي مع الناس، تعاملي مع الحاجات هو 100%. فانا احط 100% واخلي الباقي على ربنا. يعني جت الحمد لله، ما جاتش الحمد لله برضو، عشان ربنا كاتب لي حاجه تانية. فهي دي الفكره. جميل، جميل قوي. احنا وقفنا عند حته انه دلوقتي عمر خلاص جاله شغلانه ودو، صلى الصخاره، السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، تنتين النوتيفيكيشن طلعت على الموبايل، انت اتقابلت عمور في اودو. للناس اللي ما تعرفش اودو، ايه هو اودو بالظبط؟ اودو هو ERP سيستم، اللي هو Enterprise Resource Planning. عشان نقرب شويه، عشان الاسم المعروف اكتر هو SAP واوراكل. هو نظام زي SAP واوراكل، بيساعد الشركات ان هم to digitalize البروسيس بتاعهم. فبدل ما انا بكل حاجه ورقيات، حساباتي ورقيات، او المبيعات بتاعتي ورقيات، او بحطها على اكسل حتى، بقت كل حاجه في سيستم. اقدر احط البيع بتاعي، السيلز اوردرز بتاعتي، مشتريات، المخزون بتاعي، الحسابات بتاعتي، كل ده في مكان واحد. فبيساعد انه يزود الافشنسي بتاعت البيزنس، وبيساعد بقى في الريبورتات والكلام ده كله، عشان تقدر تعمل بيتر ديسيجنز والكلام ده كله. فده اودو. حلو قوي. كلمني بقى اكتر عن، خلاص عمر لبس البدله الجميله الحته اللي على الحبل، رايح اول يوم شغل وهو شايل اعباء. انا بدل ما كنت لابس بدله المفروض كنت لابس الهوم او الاوي كيت بتاعتي، والشراب اللي لحد الركبه والكسارات اللي على الرجل. يعني كلمني عن الحاله النفسيه وانت داخل المكتب بدل ما انت داخل الملعب. طيب اضحكك بقى. انا ما انا ما كانش ليا اول يوم في اوضه.
يعني او بمعنى برضو دي قصة لذيذة يعني. احنا كانت لما بدأت اودو كانت خلاص احنا في اواخر الكورونا، فكان الدنيا فتحت شوية بس لسه مش قوي. فانا الاسبوع اللي قبل ما ابتدي في اودو كنت لسه موضوع الكوره ما اتقفلش خالص، يعني هم لسه الفريق التاني بيكلموني والكلام ده كله، بس خلاص انا هبتدي في اودو. جه موضوع الكوره جه ما جاش فخلاص. فانا يوم احنا كان ساعتها في الامارات الاجازه كانت الجمعه وسبت. تمام. هبتدي شغل يوم ايه؟ يوم الاحد، اول يوم ليا شغل. تمام. يوم الخميس حد كلمني: عمر عندنا ماتش كوره. آه بتهزر. ي... والله العظيم يوم السبت عايزك تيجي تلعب معانا. قلت له لا انا اسف صعبه، انا مسافر دبي عشان خلاص هقعد هناك عند حد شغل. قلت له لا. قفلت معاه. بعدها بشويه لقيت الاتش ار باعتين ايميل: احنا كان في حاله كورونا في الاوفيس، فانتوا فيرست 2 ويكس هتبقوا فروم هوم. جاي رافع سماعه التليفون على طول: في ماتش كوره، انا معاك يا فندم. الو. بس رحت ماتش الكوره ده، لعبنا الساعتين كلهم، خلصنا. فاضل يعني الراجل قفل علينا نور الملعب اللي هو خلاص يلا روحوا. لا نلعب وما اعرفش ايه ويلا. فتح لنا النور. اخر هجمه في الماتش ملهاش اي ستين لازمه، بجري على الكوره، جيت اقف وقفت غلط، تك، رباط صليبي اخد. هو ده الرباط الصليبي. هو ده رباط صليبي. one يب. day before ان انا اروح الاوفيس. ف ليها برضو قصه لذيذه يعني، او يعني مؤلمه شويه، انه تاني يوم بقى رحت كلمت الشركه قلت لهم انا اول يوم ليا ومش عارف امشي، انا يعني في البيت مشوني معديني على كرسي وبيمشوني بالكرسي، مش قادر اقف على رجلي. فعايز اروح اكشف. وبرضه اول يوم فخايف انه اسالهم لان في ميتينجز اونلاين والكلام ده كله، يعني مش عايز ابان ان انا مش شخص مجتهد ان انا عايز اروح المستشفى في اول يوم، بس مش قادر ورجلي ورمه وموجوع وحالتي حاله. فقلت لهم بص انا هحتاج بس معلش ساعه اروح بس المستشفى اكشف وارجع. الناس كانوا لزاز يعني، قالوا لي تمام. رحت عملت الام ار اي وطلعت من الام ار اي لقيتهم لقيت ماما بتصوت بره اللي هو. لما سمعت الكلام ده قلت خلاص هي في مصيبه جايه يعني. جامد. ما سالتش حتى يعني، ما قلت مش عايز اعرف يعني، خايف اعرف، مرعوب اعرف. وانا في العربيه مسج جايالي من فريق بتاع ماليزيا ان عمر فيه كذا ورقه عايزينها لان احنا بنفاينلايز موضوع يعني الموضوع الجنسيه. ما انتهاش، هو ما لسه مكمل. قفلش. بس بطيء يعني، انت بتتكلم البروسيس ده واخد سنه، انا بقالنا سنه اهو في الموضوع، فانا بدات افقد الامل شويه. فلقيتهم باعتين لي بيقول لي عمر انا عايز منك الورق ده تجيبه لي من السفاره واحنا خلاص يعني فاينل ستيبس. وانا رجلي قدامي ورمه وعامله كده وفي مسج قدامي، فانا مش عارف مش قادر ابروسس اللي بيحصل ده كله. فلقيت فبقول لبابا هو الدكتور قال ايه؟ قال لي قطع في رباط صليبي وغضروفين، يعني انا قطعت صليبي وغضروفين، انا حفله في رجلي، عامل 3 عمليات. يا ف فبس فبكلم رديت بقى على الراجل ده قلت له خلاص انا هبعت لك الدوكيومنتس بس انا اي هاف نيوز. قال لي وات؟ قلت له انا اي تور ماي اي سي ال. قال لي واتس ذا جريد؟ قلت له فل. ما ردش على المسج من ساعتها، والموضوع اتقفل يعني خلاص، ابن قفل اللذيذ. بالضبه والمفتاح. امال فدي هو تو تشيكس كده، بلو تو تشيكس وخلاص. بلو تكس موجودين مع انا غيرت الرقم فمش معايا المسج، بس بلو تكس وما ردش عليهم ساعتها. فكان يوم بالنسبه لي انا لسه هرجع ورايا، لازم عايز اثبت نفسي في الشركه التانيه ان انا راجل مجتهد والكلام ده كله، وانا اصلا متدمر نفسيا انه انا اتصبت ومش هلعب كوره، وكمان الحلم راح خلاص، الحلم اتقفل يعني خلاص، هو 100% خلاص بالنسبه لي ان انا اتليست محتاج 7 8 شهور عبال ما ارجع. تمام. يعني بس يا عمر، عشان انا كواحد مش ملم الصراحه بالجزئيه دي، هو اللي بيجي له رباط صليبي ما بيلعبش كوره تاني؟ بيلعب كوره تاني بس محتاج ريكفري حلو قوي، محتاج ريكفري كويسه قوي، وريكفري اتليست بتتكلم من 7 ل 8 شهور. وايه موضوع الجريد ده؟ بيبقى جريد، بيبقى مثلا بارشل تير، جريد 1 جريد 2، انا كان فول تير يعني، كان ما فيش خلاص اتقطع خالص الرباط. مش خالص، خلاص باي اه. باي كده. فالحاجات التانية يعني مثلا لو اللي هي بارشل تير ساعات ما بتحتاجش عمليه، محتاج بس ريكفري تاهيل مثلا 3 4 شهور والدنيا تمام. اوكي. تمام. انما لما بتعمل العمليه وبرده لو الفيزيوثيرابي بتاعك ما كانش كويس او التاهيل بتاعك ما كانش كويس، هترجع تصاب تاني، وده اللي حصل معايا اصلا في قدام بس مش مشكله يعني. يا نهار ابيض. آه لا انا عامل 4 عمليات في رجلي، فقصه طويله حزينه يعني. فالمهم
هنا بقى في كلمه انت قلتها في الاول خالص عجبتني قوي، ربنا انعم عليه بالرباط الصليبي. تمام. وهنا دي الحته اللي انا لو كان حصل لي مثلا الموقف ده قبل موضوع الجيش، انا كنت ممكن اتدمر نفسيا. خلاص كنت هتدمر نفسيا. بس انا ساعتها خلاص عرفت انه مفيش حاجه بتحصل في حياتي غيره هي الخير. ايا كان انا ممكن اكون شايفها مش كويسه، بس هي الخير. فنفس الفكره، رجعت صليت الركعتين الحمد لله ومشيت اموري. موضوع الرباط الصليبي ده لما اجي ابص عليه عمل لي حاجتين. اول حاجه اداني ليه واي مع الشركه، او اداني فرصه مع الشركه ان انا افضل قاعد في البيت اشتغل من البيت. وانا زي ما قلت لك انا انتروفيرت، فانا انا بقى مور افيشنت وانا شغال لوحدي. يعني لو في حواليا ناس والكلام ده كله ما بقاش مرتاح قوي. فانا قعدت اول 7 شهور في اودو اشتغل من البيت. واو. يعني ما رحتش الاوفيس غير مثلا مره واحده في النص، كانوا طلبوني اجي عشان حاجه للفيزا وكده، مره واحده بس. فانا ال7 شهور شغال من البيت. هم ما يعرفوش شكلي عامل ازاي غير لو مثلا فتحت لهم الكاميرا، ومش كله كان بيفتح الكاميرا، فانا كنت ساعات ما بفتحش الكاميرا، في ناس ما كانتش عارفه شكلي. تمام. وبرده خلاني انا برضو انا بحب الكوره قوي. فانا لو في كوره في اليوم، لو في شغل، ممكن افضل الكوره شويه. ان هو خلاص لو خلاص شغل والكلام ده كله. انما مع في اودو انا قاعد في البيت بقى خلاص ورجلي متعوره. فانا كنت بصحى من 9 الصبح ل 12 بالليل. انا بحفظ السيستم وشغال وبقرا وام putting the effort، واروح للكوتش وما عملناش كذا والكلام ده كله. فده خلى انه الكوتش بتاعي بقى impressed، فبيتكلم عني بطريقه كويسه في اودو. فاللي هو بقى واللي اتعلمته في الحياه العمليه يعني، انه مش شغلك اللي بيفرق قوي، كلام الناس عليك هو اللي بيفرق. الايمج بتاعتك هي اللي بتفرق. ده اللي بيعليك. فالحمد لله انا كنت بعمل الشغل بتاعي الحمد لله. فده خلى ان الكوتش يشوف ان ده بيعمل شغله، فبقى بيتكلم عني. فبقى بيتسمع ان في واحد اسمه عمر الشويخ، شكله آه he's the upcoming person. هو ده الشخص اللي هنخلينا عليه. بس ومن هنا ده اول يوم ليا في اوضه. انت كنت تسال من اول يوم ليا في اوضه، ده كان اول يوم ليا في اوضه. حلو قوي. طيب عمر، to another good part، يعني خلينا كده نزور another very good part. كنت انت خلاص بقى كده سلمت امرك لله، وموضوع السبورتس اوفيسر او السبورتس مانجمنت بوزيشن تبع الفيفا ما ظبطتش، فاودو جت. الرباط الصليبي ربنا سبحانه وتعالى زي ما قلنا كده انعم عليك بيه. بعد كده هوب رحت عامل ايه؟ اشتغلت في الشركه. خلصت المرحله دي، قعدت فيها تقريبا 4 سنين، صح كده؟ قعدت في اودو 4 سنين قعدت في اودو 4 سنين، قاعد زي ما بيقولوا كده بالبلدي بتشرب الشغلانه، وحبيت الموضوع. وزي ما انت قلت كده، ودي كلمه يعني انا صراحه تذكره لنفسي قبل ما تبقى تذكره لاي حد مستمع: when you do something give it your all. آه، اعمل الموضوع 100%. ده وده بستند بيه برضو طبعا من ديننا. شيء جميل جدا موضوع الاحسان. 100%. يا جزاة الإحسان إلا الإحسان. فأنت اللي هو أنت لما تحسن ربنا مش هيحسن إليك. فأعتقد سبحان الله من رحمة ربنا سبحانه وتعالى عليك برضو، إنه رزقك النعمة دي، 100%. إنك تحسن اللي أنت بتعمله. فبالتبعية وصلت لحتة أنا هموت وأعرف الترانزيشن بتاعها جه إزاي بالظبط. تمام. فأنت ما شاء الله بتحكي، أنت قصصي يعني بتحكي القصص بطريقة مشوقة. واعتقد الجمهور هيتفق معايا في النقطه دي. فانا عايز اعرف دلوقتي: عمر الموظف في شركه محترمه في الامارات تقريبا، صح؟ في الامارات. في الامارات. شغال في اودو وطلع السلالم زي ما كل الناس بتعمل. مسك مع حاجه وبعد كده بقى تيم ليدر، وبعد كده بعد التيم ليدر هسيب بقى الموضوع ده ليك انت، حلو. لحد ما نوصل بقى to the inflection point. تمام. you have a lot of inflection points عندك نقطه. بس اتفضل يعني. 100%. حلو. طيب احنا قلنا ان انا اول 7 شهور في اودو كنت شغال من البيت. بس الحمد لله كان اسمي بيتسمع. مسكت بروجكتس بدري، مسكت بروجكتس كبيره بدري. آه، ودي حاجه برضو على اودو انا يعني اللي حبيتها قوي في الموضوع، ان انت اللي بتتعلمه في اودو في سنه بره ممكن تتعلمه مثلا في 4 5 سنين. كانت دي اتقالت لي اول ما دخلت اودو، كنت اللي هو ايه الهبل ده يا جماعه، ما تقوليش اي كلام وخلاص. بس الفكره انه في اودو انت بتشتغل على الفول امبلمنتيشن سايكل كبزنس وايز. ان انا اول حاجه بخش مع الكلاينت افهم بزنس ريكويرمنتس، يعني انا افهم هو البيزنس بتاعه شغال ازاي.
سواء انا اشتغلت مع كل اندستري، اشتغلت مع حاجات لوجيستكس، حاجات مانيفاكتشرنج، اف ام بي، تريدنج، ريتيل، اي كوميرس، وات ايفر، اي حاجه تفكر فيها اشتغلت فيها. فانت اول حاجه من اول ميتنج مع الكلاينت لازم تبقى بتتكلم بنفس طريقته. يعني لو قلت ترمينولوجي مش في البيزنس بتاعه، انت بتخسر التراست من الاول. انت داخل انت كونسلتنت، فكنت بتعمل ريسيرش قبلها الاندستري دي ايه الكلام اللي بيقولوه، بيعملوا ايه هنا، وطبعا مع previous projects بتبني الكلام ده. فانت بتتكلم انا اهو انا اول سنه، انا سنه ونص، سنتين انا بعمل ده كل شغلي. فانت عمال بتتعلم وبتتكلم بقى مثلا مع الاونرز، فبتفهم منهم الكاش فلو بتاعهم عامل ازاي، او ايه الريبورتات اللي هم بيبصوا عليها، او ايه الحاجات اللي بالبيزنس اللي تهمهم. تتكلم مثلا مع السيلز مانجر، تفهم هو بيحط التارجتس ازاي وعايز يبص على ايه، وايه التراكنج اللي بيعمله. تتكلم مع اللوجيستكس، يفهم هو بيعمل البروكيورمنت بتاعه على اساس ايه، ايه الري اوردرنج رولز بتاعته، ايه الفاست موفينج برودكتس، تفهم الحته دي. تقعد مع الاتش ار، تعرف بقى الاجازات والبروسيسز والكي بي ايز. فانت بتقعد مع كل اللايرز دي، فانت بتمتص كميه معلومات غير عاديه. فدي كانت اكتر حاجه حبيبها في الموضوع. انا بحب اتعلم، انا ما بحبش انه افضل في نفس اللاير على طول. عايز اكتشف حاجه جديده. فكان بالنسبه لي، عارف انت طفل صغير فتح له حاجه جديده، فانا عمال. واول كان برضو زمان ما كناش كتير، فكان مثلا على على الديسكورد شانل بتاعت الشركه، في بروجكت كذا كذا كذا، او ريسكيو بروجكت فيها مشاكل. انا جاي رافع ايدي، انا عايز. I always love to challenge myself. I always. ودي برضو حاجه دايما 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 بحب اقولها، انه عمرك ما هتحسن نفسك غير لما تحط نفسك تحت بريشر. يعني مثلا ايام الكوره، انا ما كنتش لعيب سريع، تمام. في التمارين لما كان بيبقى فيه دريلز فيها سرعه، كنت بشوف مين اسرع واحد في الفريق، ولا انت بتجري معاه، اروح اقف جنبه. عشان انا لو وقفت واحد نفس سرعتي، انا مش هبوش ماي سيلف، مش هزق نفسي. فبروح اشوف مين اسرع واحد، ده طب يلا تعالى لي. مين اكتر واحد عنده بول كنترول ويبقى فيه تشالنج، تعالى لي. ممكن اخسر، او بشكل هخسر، هو اسرع مني كده ولا كده، بس انا هحط مش 100%، انا هحط 200%. فهنا بتكسر البارير بتاعك، انك تمبروف، انك تديفلوب. ففي اوده بقى كان بالنسبه لي الموضوع يقولوا اكتر واحد عامل تايم شيتس، لا انا احط في دماغي انا هعمل، انا الشهر ده انا هعمل اكتر منه. اكتر واحد عامل ريسكيو بروجكتس، لا تعالى لي بقى. اكتر واحد خلاص، انا خلاص طالما حطيت الحاجه في اي لايك تشالنج ماي سيلف. بروجكت صعبه، عمر ليه تاخدها؟ ما انت بتريح دماغك، خد حاجات سهله يا جماعه، هاتوها. آه، هوجع دماغي بس هتعلم، ممكن ما انجحش بس هتعلم. فكنت دايما في الحته دي بزق نفسي في اوده. فالموضوع ده ساعدني ان انا اشتغل على حاجات كتيره، اتعلم حاجات كتيره. بعديها واحده واحده الموضوع ده ساعدني، زي ما قلت لك، لما بتحط نفسك في situations انه انا موجود، انا بشتغل، انا هساعد، انا الكلام ده كله، مع شويه برضو ان شخصيتك ناس تعرف توصل لك، بتهزر بالكلام ده، اتحبيت، هتكبر في الشركه بتاعتك ببساطه. ففي خلال سنه ونص انا كنت تيم ليدر، يعني اوريدي كنت خلاص بقى عندي تيم، والتيم مسؤول عنه، بعمل الكلام ده كله. وحصل داون فول شويه، ان انا ما كنتش مبسوط بالبروسيس والكلام ده كله، فاي ستيب داون اصلا. يعني بعد 7 8 شهور من تيم ليدر، يعني اولموست سنه، قررت ان هو لا، انا مش مبسوط، انا مش حابب اللي انا بعمله، فانا هستيب داون. طبعا الناس يعني اهلي صحابي، انت مجنون يا ابني، ما تمشي الدنيا مطاطي، ما تعمل كذا. قلت لهم انا طالما انا مش مرتاح في حاجه، انا مش هعملها. يعني حطيت افورت وقعدت احاول، وما اعرفش الدنيا ما مشيتش. بعد كده قمت جاي داخل سيلز، ودي حاجه بالنسبه لي كانت جديده عليا، لان انا قلت لك في الاول خالص انا شخص انتروفيرت. فان انا بقى اسيب كرامتي على باب الشركه وانا داخل عشان اعمل كولز واحاول اقنع ناس والكلام ده كله، كان بالنسبه لي برضو اكسبيرينس، بس كان تشالنج. انه هل انا هعرف اعملها ولا لا؟ انا بحس دايما ان انا شايف نفسي انا بعرف اتكلم. طب ما حط نفسك ان تيست، هتعرف تجيب التارجت بتاعتك ولا لا؟ والحمد لله في التيم اللي انا كنت فيه، كنت في ماركت بايخ اصلا، كنت في ماركت اصلا الكويت وقطر، والكويت دي احنا نرجع لها كمان شويه. فالحمد لله I was the highest achieving person في التيم. كنت دايما بزق نفسي، لان دايما حاطط في دماغي انه انا ه... الشخص ده اشطر مني، طب تعالى لي بقى حاطط في دماغي. ومش in a bad way، يعني يعني دايما ببقى عايزه يبقى يعمل احسن حاجه، بس healthy competition. موضوع الهيلث كومبيتيشن ده بالذات يعني كمان في الكوره كمان، ان هو لما يبقى في حد بيزقك انك تبقى احسن، دي حاجه كويسه. يعني انا مش هكره له انه يبقى احسن مني ولا حاجه، بس انا بيني وبين نفسي انا احسن واحد.
وام جانا بروف ات. هو كده يعني عند. مم. فمن هنا دي كانت القصه بتاعت ايه البروس بتاعتي في اودو. جه بقى من سنه بالظبط، من سنه وشهر او من سنه وشهرين. تمام. كنت في سفريه مع اودو برضو شغل. شريكي بعت لي بيقول لي عمر انا استقلت وما اعرفش ايه، وهو كان بقاله فتره اصلا. هو عيلته شويه معظمهم بيزنس مان. تمام. اللي عنده بيزنس، اللي عنده شركه صغيره، الكلام ده كله، هو الوحيد اللي اتخذ موضوع الايه ال- الشغل والكلام ده كله. فهو مش حابب، وهو اصلا دماغه ما شاء الله عليه، يعني هو ما شاء الله يعني ب- دماغه بتشتغل بطريقه انا عمري ما هفهمها، بس ما شاء الله عليه يعني. فالمهم آه كلمني وانا هستقيل ومعرفش، قلت له مبروك وما اعرفش ايه وربنا يوفقك وخلاص. تاني يوم كنت بكلم مع واحد من الوكلاء بتوع اودو في الايفنت اللي انا كنت فيه. تمام. هو وكيل في الكويت. فبكلمه وما اعرفش ايه. فانا كان عندي كلاينت كنت انا اوريدي سبته لان انا رحت سيلز، ومهند اللي هو شريكي ده كان هو اللي ماسكه ومهند ماشي. فانا قلقان على الكلاينت، والكلاينت مش سهل والامبلمنتيشن بتاعته صعبه. فبكلم الراجل ده. فالكلاينت ده هو اسم كبير في الكويت يعني. فقلت له عندنا كلاينت وما اعرفش ايه، تحب تاخده؟ يعني حاسس انه هيبقى مرتاح معاك وما اعرفش ايه. فقال لي خلاص تمام، واخدت رقمه وهكلمه وهوصلهم ببعض عشان لو في حاجه وما اعرفش ايه. وهو التاني اصلا كان عايز يبقى وكيل لاودو، فكان في قصه يعني. فالمهم ببعت فويس نوت لصاحبي ده اللي هو الاستقاله. فبقول له انا بعمل واحد اتنين تلاته وما اعرفش ايه. قال لي عمر والنبي ايه ده، ما تعملش كده دلوقتي، لما نرجع انا عايز اقعد معاك. قلت له تمام. فهنا الموضوع ايه، هو عايز يعمل حاجه ليها علاقه باودو، لان هو لسه ما قاليش هو هيفتح ايه. يعني هو مستقيل مش رايح شغل تاني. هو مستقيل هيفتح حاجه اون هيز اون، يعني هيفتح شركته. فالمهم رجعت قعدنا في كافيه، لقيته قاعد كده قدامي وبدأ يعمل لي بيتش. عمر انا ما قلتلكش بس انا ناوي افتح يعني يعني ابقى شريك وكيل لاودو، ونعمل نفس اللي احنا كنا، او العمل نفس اللي كنا بعمله، الكلام ده كله. وعارف ان انا هنجح، بس لو انت معايا انا متاكد ان احنا هننجح اكبر وما اعرفش ايه. وانا هنعمل واحد. قلت له وقف. ايه ده؟ ضحكت لك كده وقلت له بص، انا بشكل كبير هستقيل بكره. قلت له كده، بس اديني بس النهارده بالليل هرجع استخير واشوف بكره ايه النظام، وهشوف ايه اللي هيحصل. رجعت فعلا صليت الاستخاره، نمت، صحيت، رحت الاوفيس. اول حاجه فتحتها هو اللابتوب. فتحت الايميل وبدات اكتب في الايميل، وحسيت ان انا مرتاح. مش حسيت ان انا، ما حسيتش ان انا متضايق. فهي بعت الايميل ماي ريزيجنيشن كذا 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 بس. ومن هنا بدات القصه. واو. يعني هو حتى الراجل ما قدرش يكمل البيتش بتاعته. لا هو خالص. ايه في عمر اللي خلاه يفكر spontaneously كده on the spot؟ خلاص انا النهارده بكره هستخير ربنا سبحانه وتعالى وهستقيل. خاطب فيك ايه اقنعك انك تاخد خطوه جريئه زي دي وانت في مقتبل حياتك كده وهتضيع الراتب الثابت والاستابيليتي والاسره والناس؟ في عوامل كتير قوي ما اعتقدش انك حتى لحقت تدعم فيها لحد ما خدت القرار ده. ما فكرتش كتير الصراحه. انا اوفر ثينكر برضه. دي حاجه انا باوفر ثينك الحاجه، وعارف ان انا لو كنت وقعدت شويه واوفر ثوت ما كنتش هاخد الديسيجن. كنت امم. هخاف، كنت هقول وات اف، طب افرض، طب ما اعرفش. فانا بالنسبه لي حاجتين بالنسبه لي خلوا الديسيجن سهل. اول حاجه ان انا واثق قد ايه الشخص ده اللي هو مهند، قد ايه هو مؤمن باللي هو عايز يعمله وهيعمل اي حاجه عشان ينجحها. وانا اشتغلت معاه، احنا اشتغلنا مع بعض من هو قعد 3 سنين في اودو، 3 سنين انا وهو بنشتغل مع بعض. فانا عارفه كويس. وهو يعني هو كانت علاقتنا اكتر من ان احنا كنا زملاء، احنا بقينا اصحاب وممكن نقول اخوات كمان. فانا مقتنع بالشخص ده، وعارف ان انا المايند سيت بتاعته هتنجحني، لان احنا مختلفين. برضه دي حاجه ممكن هنتكلم فيها بقى لما نخش في الشركه ذات نفسها. والحاجه التانيه ان انا ما كانش عندي ريسبونسابيلتيز. دي برضه حاجه قلتها لك في الكواليس، ان انا قبلها ب5 شهور انا كنت خاطب. يعني قبل ما الموضوع ده يحصل انا كنت خاطب، وخلاص انا بخلص موضوع الجواز، وخلاص انا هتجوز، والشخص اللي انا كنت بحلم ان انا ابقى معاها كنت مبسوط جدا، وخلاص الدنيا خلاص وردي وانا مبسوط. وما اعرفش ايه اللي حصل، ربنا ما اردش، الموضوع ما خلصش. فنفس الكلام الواحد بقى دايما بيقول الحمد لله على كل حال، بيصلي الركعتين بتاعته يمشي اموره. فدايما بقول انا لو الموضوع ده كان تم، ما كنتش هاخد الديسيجن بتاع الشركه دي. مستحيل. لان انا مش هاخد ريسك ان انا اخش في حاجه وانا مسؤول عن حد. بس دلوقتي وده السبب التاني ان انا مش مسؤول عن اي حاجه. انا واحد عايش بطولي،
عندي السيفنجز بتاعتي الحمد لله، اقدر اسستين ماي سيلف على الشركه دي واخد الريسك دي لسنه سنتين، واشوف ربنا هيقول ايه، عشان لما اكبر ما اقولش يا ريتني كنت جربت وانا صغير، اكون جربتها. فبس فدول الحاجتين اللي كانوا بيلعبوا في دماغي، وهم دول اللي خلوني. هو بيتكلم اصلا، انا تقريبا لو قلت لي هو ايه البيتش بتاعه هقول لك انا مش فاكر قوي يعني هو قاعد يتكلم، أو مش فا- انا ما كنتش مركز في اللي هو بيقوله قوي. انا خلاص هو قال لي عايزين نبتدي حاجه مع بعض، ومخي ابتدى يلعب خلاص اللي هو طيب. فعشان كده وقفت في النص عشان برضو ما تعبوش معايا. قلت له بص انا بشكل كبير انا معاك خلاص، انا بكره هستقيل وبس كده. تمام. علشان أنا يعني باكلّم شباب كتير طبعًا، زمايلنا بقى، أصحابنا، ناس من جيلنا أو حتى ناس أصغر، دايمًا بيبقى صراع الوظيفة والصراع إني أعمل الحاجة بتاعتي. بيبقى دايمًا في صراع كده اللي هو أنا محتاج أكمّل في الوظيفة بتاعتي، يمكن عشان مسؤولياتي أو يمكن عشان أنا حابب موضوع الوظيفة بشكل عام. في ناس حابة الموضوع ده وده شيء ما يعيبش حد، بالعكس أنت دي مصلحة كبيرة أوي إنك تبقى عارف إنك حابب إيه. وفي ناس 100%. تانية بتبقى لأ، أنا حاسس إن أنا اتخلقت علشان أعمل حاجة، أبقى producer لحاجة معيّنة، ما ابقاش consumer لحاجة معيّنة، أحب أتملّك في وقتي أكتر وهكذا. مش هاخش في الفرق بين التوظيف وبين ريادة الأعمال، بس بس انا أنا قُل، عايز اضحكك. قُل انا آه. الشخصيه التانية، انا انا I'm a 9 to 5 guy اصلا. يعني انا موضوع ان انا ابقى البيزنس اونر بتاعي وابقى مسؤول وابقى بفكر وبعمل مش انا. انا اصلا لحد دلوقتي بقول ان انا مش بيزنس اونر شاطر، والحمد لله ان انا معايا مهندس اصلا. يعني دي عشان نبقى واضحين. فانا احب ان انا اشتغل من 9 ل 5 عادي جدا. ودي برضو حاجه مهمه، كنت برضو يعني بقولها معاك برضو او في كان صوت عالي. انا كانت واحده من اكبر مشاكلي بالذات في الفتره اللي هي بقول لك قبل الجيش دي اللي كانت بتاثر عليا نفسيا، السوشيال ميديا. انه انت تفتح السوشيال ميديا بتلاقي ناس النجاحات واللي ما اعرفش ايه واللي فتح ايه واللي ما اعرفش ايه، غير بقى الفيديوهات اللي هو بيقول لك انت ما تقعدش في البيت وانت لازم تبقى بزنس اونر وما تقعديش على نتفليكس يا عم انا لو انا راضي ومبسوط انت مالك بيا انا حر. بالضبط انا كده. طالما انا مبسوط وراضي ومش متضايق خلاص اعمل اللي انا عايز اعمله. مفيش حاجه اسمها صح ان انا لو كل الناس بقوا بزنس اونرز مين اللي هيشتغل لهم؟ يعني ما هو مش منطق. في الاول وفي الاخر الواحد بيعمل اللي مريحه. فانا كنت انا بالنسبه لي ان انا بروح من 9 ل 5 باخلّص شغلي أريح حاجة لإن أنا workaholic، أنا باحب أشتغل. فعارف أنا لو بدأت my own thing أنا هاطلّع عيني. يعني أنا هابقى يعني وده اللي إحنا هنتكلّم فيه لقدّام شوية، إيه اللي بيحصل أو الwork life balance بيحصل فيه إيه لمّا بتروح لحتّة الbusiness دي. بس دي أول حاجة. وتاني حاجة، أنا في موضوع الفلوس على الله حكايتي. يعني وصلت لمرحلة كنت باقول لك برضه في كاريس إن أنا ماسك أكتر الsales side بتاع الbusiness، إن أنا اللي باحاول أجيب potential customers وأنا اللي باخش معاهم negotiations والكلام ده كله. when it comes to pricing أنا ما ينفعش أفتح بُقّي، فأنا أوكي. باسكت وباروح بارجع لشريكي 1، 2، 3 إحنا هنprice إزاي. لإن أنا لو I price أنا راجل عاطفي وبتصعب عليّا الناس. يا ما أنا أصل ده business يعني صغير يعني فيعني ب اهدى من الناس. 50% 50% discount مش هيحصل حاجة يعني، يعني الموضوع مشّيه يعني. ففي الأول طبعًا هو كان بيشد شعره منّي، إنه أنا كنت في الأول أنا بادّي أرقام. فلمّا أدّي أرقام، عمر إحنا خسرانين يا عمر في الproject ده مش منطقي. فباقول له: "ما هو يعني ما ناس كويسين والله العظيم ومحترمين وبيعاملونا كويس يعني عايز إيه أكتر من كده؟" فبس، فعشان كده اللي باقول لك اللي يضحّك إنه أنا عمري ما كنت شايف نَفْسي في حتّة الbusiness دي، وما كنتش عايزها. كان الموضوع مُغري بس عشان السوشيال ميديا، إن هو لازم وما أعرفش إيه. بس الshiny عارف بالضبط، بالضبط. بس جه برضه حتّة قُلت لك أنا باحب أchallenge myself. فلمّا جات الفرصة، طَب ما أجرّب، افرض نجحت، لو ما نجحتش هاكون جرّبت حاجة واتعلّمت منها وربنا هيفتح لي باب تاني زي ما قُلنا. عارف يا عمر يعني دي نقطة أصلًا عايزة حلقة لوحدها، موضوع تكيُّفك مع شريك مختلف. 100%. أنا كواحد يعني إلى حدٍ ما باسعى سعي جاهد جدًا في موضوع ريادة الأعمال، بس في طبعًا مجال مختلف تمامًا، وكل يوم بتتعلم حاجة. عارف أنت زي ما بيقولوا كده حتى 100%. بال بالبلدي يموت المعلم وهو بيتعلم، عارف؟ صح. وعجبني أوي تقديرك واحترامك لاختلاف عقلية شريكك، 100%. عشان ناس كتير جدًا
بتقع في الفخ ده. لا انا عايز حد زيي، او عايز حد استريح معاه في الكلام. من الاخر كده he's inviting او she's inviting a yay sayer، اللي هو ايه ده بجد، يلا انا معاك، ايه ده بجد برافو، ايه ده ايوه احنا هنكسر الدنيا. انت مش عايز الشخص ده، انت عايز بالعكس. الشخص اللي هو لا ثانيه واحده كده نزل من على الحصان. ليه؟ لا انت كده مأفور، لا انت هنا مش هينفع، ما احنا هنكمل بعض ازاي؟ فانا الصراحه مبسوط قوي من انه حاجتين الصراحه. اول حاجه الصدمه، اللي هو I'm a 9 to 5 بس I still made the jump. فده هيخاطب ناس كتير قوي يا جماعه، اللي هو انت ممكن عادي جدا. يعني عمر مثل تشبيه انه هو ربنا انعم عليه بشريك كفء، فالى حد ما مريحه في الشغل، وهو مريحه في الشغل انه عرف يطبق موضوع ال 9 to 5 ده الى حد ما بطريقه او باخرى. يعني هو لسه بيعمل نفس اللي هو بيعمله، ولكن في كونتكست مختلف او في اطار مختلف. أم خدت قرار، استقلت. يلا يا مهند بسم الله نبدا. كيرنل. Kernel IT Solutions. Kernel IT Solutions. What does Kernel do? اوكي، هنقول قصتين صراع. what does kernel do بمنتهى البساطة. kernel هو وكيل لأودو، ودي الحاجة برضو اللي حفزتك شوية، ان انت بتعمل نفس اللي انت كنت بتعمله لأودو بس بتعمله لنفسك انت دلوقتي. انت you get all the revenue from it. تمام. فانت اوريدي عندك الباك جراوند، عندك الاكسبيرينس، فاهم الشغلانه ماشيه ازاي، عندك النتورك بتاعتك. فديس وات كيرنل دوز، بتعمل كل حاجه اودو بتعملها بالظبط، بس بتعملها باسم كيرنل. تمام. فده اول بارت. كيرنل بقى ذات نفسها معناها ايه؟ كيرنل الناس اللي تعرفوا المعنى المعروف اللي هو الذره، unpopped popcorn، اللي هي الذره قبل ما تبقى فشار. فاحنا قعدنا فتره طويله، موضوع الاسامي ده طلع صعب جدا، وموضوع الكرياتيفيتي اصلا ان جنرال طلع حاجه مش عندنا اصلا، لا انا ولا مهند، والموضوع كان صعب. فكنا بنحاول ان احنا نقعد مع تشات جي بي تي ونعيش حياتنا. عندنا 3 اسابيع، طلعنا لا يقل عن 50 اسم. كل ما نبعت اسم يقولوا لنا لا متاخد، لا ما اعرفش ايه، لا ما ينفعش، لا هيبقى تكلفته كذا. ولما وقع قدامنا كيرنل، كان قاعد جنبنا واحد صاحبنا، هو في الانجليش شاطر وكده. فلما قلنا له كيرنل، كيرنل يعني كور اوف ذا اي تي سيستم، طبعا احنا ما نعرفش المعلومه دي، يعني بالنسبه لي انا المعلومه دي جديده عليا. فعجبني اللينك انه هي هتتاخد ان هي ذا كور اوف ذا اي تي سيستمز، انه هي الاساس بتاع الاي تي سوليوشن، وهي ان بوب كورن عندها بوتنشال ان هي تبقى في شور. فاحنا ككرنل احنا بنوفر للشركات ان انتوا الانتابت بوتنشال بتاعكم تو بوب، فوي بروفايد ذات. فبس فيعني من هنا جت كيرنل يعني. I love the slogan. I love it. فيا فاحنا جت فترات حاجات تشيزي، يعني ان انا كنت عايز سلوجان للشركه. هو حاليا هو اسمه empowering businesses at the core. ده اللي احنا بنمشي بيه دلوقتي. بس كان بقى في حاجات ان هو عايز بقى بوب يور بوب كورن وبوب ما اعرفش ايه، واللوجو كنا حاطين فيه فشار. انا كنت واخد الموضوع ايه اللي هو انا انا عايز حاجه بالظبط. بس الحمد لله يعني في ناس كتيره شتمونا على الكلام ده كله، وقالوا لنا لا اهدوا شويه وفكروا كويس في البيزنس. فمن هنا بقى جه اللوجو بقى اللي احنا عندنا دلوقتي، اسم الشركه، السلوجن. ودي برضو حاجه من الحاجات اللي انت ك ك ك كنيو بزنس اونر، كميه الحاجات اللي انت ما تعرفهاش وبتجرب فيها، يعني لا لا لا، عذاب عذاب يعني. انت بتتكلم في سيلز، بتتكلم في ماركتنج، بتتكلم في اتش ار ريكروتمنت لو انت هتوظف حد، بتتكلم في تاكسز. دلوقتي ابقى عارف انا بفايل التاكس بتاعي ازاي وايه ما اعرفش ايه. يعني انا عارف ان انا كنت بعمل امبلمنتيشن، فعارف ازاي اريكورد التاكس افايله بقى. ده كان ما كانش بتاعي. دلوقتي انا لازم اعرف بقى ازاي افايله واتكلم مع مثلا ايجنسيز. الموضوع بتقعد تخش في حاجات وسيلز تارجتس وبي ان ال ليله. فدي برضو ليرنينج كيرف خرافيه. وعايز صراحه اضيف على النقطه دي يا عمر نقطه جميله جدا. هو عمر ما قررش كده من الباب للطاق يفتح شركه، ودي نقطه او يعني توجيه عايز كده رساله نشيرها يا عمر مع الناس. عمر قضى 4 سنين، 4 سنين بيتعلم وبيشرب التخصص ده، التقاعده، السيستم ده. فالسيستم ده من اوله لاخره هو حاول يجتهد فيه على قد ما يقدر. وزي ما كان بيقول كده rescue projects انا موجود، emergencies انا موجود، ما اعرفش ايه انا موجود. الكلام ده كله شكل شخصية عمر انه يبقى عنده القابلية انه لما يتعرض قدامه فرصة
يعرف يلقطها. هي 100%. فكره اصلا موضوع how lucky you are. هي كونسبت جميل قوي، لما زي ما كانوا بيعلمونا كده يا عمر زمان، when luck when preparation meets opportunity, that's how lucky you are. فانت you were prepared for 4 years. You met Muhannad. That was another thing as well, which was part of the preparation. Muhannad had this idea. He sparked it in you, but you were already prepared. ف all of a sudden الموضوع كله اتحول ازاي؟ اللي هو طب لا دي قبلت دي، طب ما يلا نتجوز. ف you 100%. became it was يعني صراحة ده كونسبت مهم. يعني ما تتسربعش على ابقى my own boss، ولا ابقى ما اعرفش، ولا اشتغل بالوقت اللي انا عايزه. هو كلنا فاهمين ان انت لا، انت 9 ل 5 دي دلوقتي انت بتشتغله، بس انت شغال لصالح نفسك، شغال 24 ساعة. انت نايم بتفكر، صاحي نايم، في الحمام بتشاور، انت حياتك كلها خلاص كرست للكونسبت ده. 100%. ف بي سبيشاليزد، خد علم، ما تتسربعش على الموضوع ده، عشان يوم ما تعمل حاجه تبقى فاهم راسك من رجليك عامله ازاي، ما تبقاش بتحرق في وقت على الفاضي وعلى المليان. بتظبط مع ناس اي ثينك، بس في ناس تانية اي دونت ثينك، الغالبيه العظمى ما بتظبطش معاهم. ايه رايك يا عمر في الكلام ده؟ اتفق معاك بس مش 100%. اوكي. هقول لك ليه. انا مقتنع انه مفيش فورمولا او مفيش طريقه ان انت تنجح بيها. كل شخص ليه طريقه لوحده. يعني يعني انا من الناس اللي بشوف انه زي ما انت قلت لازم اشرب الموضوع قبل ما ابتدي اشتغل فيه، عشان لما اخد الجامب يبقى عندي حاجه بستند عليها. بس انا اعرف ناس فتحوا شركات from day one والدنيا ماشيه معاهم زي الفل. هل هو كان حاطط effort قبلها كبير؟ مش قوي خالص، بس اوكي. ربنا يسر له اموره ان دي تمشي. فهنا الموضوع كله في الاول وفي الاخر بيعتمد على الشخص، بيعتمد على توفيق من ربنا. انا بالنسبه لي كلها توفيق. ممكن ابقى عندي كل الاكسبيرينس دي بتاعت اودو، تمام، وابتدي وافشل. ممكن، وممكن اعملها وانجح. هل انا نجحت او فشلت؟ لسه بقالي سنه الحمد لله، و sustain the first year ماشيين تمام الحمد لله. ما اقدرش اقول ان انا نجحت، انا لسه بكتشف. فانا دايما بشوف انه ما انا غير عبد الرحمن، تمام، انا غير مثلا مهند. كل واحد مختلف، كل واحد ليه طريقه. في ناس يعني كنت دايما بقول لنفسي ما تقارنش نفسك بحد، لانه في ناس بدأوا شغل قبلي، في ناس اتجوزوا قبلي وخلفوا قبلي، وده بالنسبه لهم نجاحات. انا ما جاتليش دلوقتي. هل ده معناه ان انا مقصر او انا مش كويس او انا ما اعرفش ايه؟ دي حاجه بيني وبين نفسي. انا بقى بقعد بقى مع نفسي انه طب انا ما عملتش كذا، طب انا ليه ما اعملش كذا؟ طب يمكن ربنا مش كاتب لي ده دلوقتي. انا ممكن ربنا مركز زي ما قلنا ان انا موضوع الجواز ده ما ربنا ما تموش عشان اقدر افوكس على ده. موضوع رجلي ده حصل عشان يمكن لو كنت ممكن اروح واتساب ساعتها بيبقى الموضوع اصعب، ما كانش جاي شغله اودو مثلا اللي هي غيرت حياتي بشكل كبير. حاجات صغيره كده الواحد لما يبص عليها، زي ما انت قلت ان انا قابل مهند. ما هو اصل مهند ده احنا كنا 8 تيمز في الشركه. ايه اللي يخليه يبقى في التيم معانا؟ يعني ايه اللي هيخليه يجي يبقى في التيم معانا؟ هو ده تقدير من ربنا. فالواحد بس بيعمل اللي عليه، ويبقى برضه مش يعني انت بتسلمها على ربنا، يعني بتسيب كل حاجه ربنا طبعا 100%. بس ما تبقاش اللي هو انا دايما بحب انالايز، اقعد كده اخر اليوم حصل 1 2 3، طب انا ليه؟ ما اعرفش ايه. لقيت لها اناليسيز وحاجه اقدر اشتغل فيها على نفسي، اشتغل فيها على نفسي. حاجه لسه مش واضحه قوي، خلاص هبتدي اشتغل لحد ما افهم الدنيا دي ماشيه ازاي. فبس فده اللي انا بشوف ان هو ما لهاش ستاندرد، ما لهاش بيز لاين. في قصص بنسمعها فاميلي بزنسز عشان اهله معاهم فلوس ففتح شركه. في ناس اهلهم معاهم فلوس ما عرفش يفتح شركه. فكل واحد وليه طريقه. يعني اي ثينك فبس يا عمر، هل تتفق معايا في كونسبت انه انا شخصيا شايف انه هو غلط؟ هو مش شرط من زرع حصد. 100%. مش شرط احنا آه اتعلمنا واحنا صغيرين من زرع حصد وما اعرفش ايه طلع ايه لا، هو مش شرط، عادي انت ممكن تزرع ما تحصدش. بص، هو انت هتحصد بس ممكن ما تحصدش الحاجه اللي انت كنت زارعها اصلا. يعني انت كنت Yes. عامل Yes. فانت الله عليك، الله يفتح عليك. فهي كده انت بتسعى، بتخلي بقى على ربنا. وهو بجد بجد ده دايما كونسبت. لان انا برضو انا عندي 3 اخوات، تمام، بنتين وولد، ومنهم 2 متخرجين ريسنت، يعني في the last 4 years ال2 متخرجين. فدايما كنت بقول لهم، لان هم انا عشت في الفيز بتاعت انه كنت في الجامعه
ويو هاد يور اون سكسس ستوري في الجامعه، انت كنت شخص وكوره ومعروف وما اعرفش ايه، بعد كده سنه ما فيش اي حاجه، وهم برضو مشيوا في نفس الفيز. فكنت دايما بقول لهم انه كل اللي انتوا محتاجين تعملوه ان انتوا تعرفوا انه ايا كان المرحله اللي انتوا فيها ربنا هيكتب لكم فيها خير. فاستغلوا الوقت اللي انتوا فيه دلوقتي، انجوي اللحظه، ما تفكروش في المستقبل هيحصل فيه، انجوي اللحظه، حطوا الافرت بتاعكم، وما تحطوش ستريس على نفسكم. انا مجرد ما وصلت للريلايزيشن دي ما بقتش في اي حاجه في الدنيا، اكيد بزعل، انا بني ادم، بس ما فيش حاجه بتخلي زعلي ان هو بقى اتدمر لشهور. خلاص حاجه حصلت الحمد لله، هزعل لي يوم يومين، خلاص الدنيا بتمشي. ولما الواحد بيعمل كده ساعات برضه بتكسف بيني وبين ربنا ان انا زعلت، وبقول له ده مش قله ايمان بيك، ده ضعف مني، فقويني. فلا دي حاجه عليك بتخلي فدي عليك. حاجه بتخلي الواحد انه تلاقي ان هو الدنيا متيسره. ودي حاجه كنت امبارح بتكلم مع شريكي عندنا ميتنج، بقول له احنا الحمد لله يعني ما حطيناش effort عالي قوي في حته ان احنا يا دوب بدانا نعمل اوت باوند سيلز بقالنا حبه قصيره، بدانا نعمل ماركتنج يا دوب كام شهرين اللي فاتوا، بنتكلم انت عملت الكلام ده بعد سنه، بس احنا we sustained the first year عشان ربنا ميسر لنا امورنا كشغل، ككلاينتس بيشوفوا شغلنا، فيقول لك لا عمر ومهند دول شاطرين، فيروحوا يكلموا حد تاني، فالحد التاني ده يجي فبابايا كان برضو بيتريق عليا من كام يوم، بيقول لي هو انتوا ما بتجيبوش حد، هو كل الناس بتجيلكم من ريفيرلز، ما تروحوا جيبوا ناس. فقلت له هو ربنا ميسرها للواحد. طبعا الكلام ده برضو بيزنس وايز مش صح برضو، دي حاجه برضو احنا بنتعلمها، انه انت بتفضل بتفضل في مكانك ما بتطلعش. فبرضو عشان كده بدانا نعمل ماركتنج، بدانا نعمل سيلز، دي حاجات برضو بتتعلمها along the way. بس حتى وانت بتعمل كده ربنا بيوصل لك امورك، عشان انت اولا بتعمل اللي عليك وما تحاولش تاذي حد، وتاني حاجه ان انت بتحط الافرت بس خلاص ومسلمها على ربنا وراضي. راضي، كلمه راضي دي مهمه جدا، مجرد ما تبقى راضي خلاص الدنيا بتمشي. الله يفتح عليك يا عمر والله، يعني ربنا يخليك. كلام يو كان تيل لما الكلام يطلع من القلب. عارف بيفرق قوي، وده ده اللي احنا بنحاول نسعى له الصراحه، وده اللي انا بطمح اليه دايما، انه عايز امثله حقيقيه. وانا بحاول احارب فكره مش لازم تبقى عظيم او مش لازم تبقى عظيمه علشان حد يستضيفك وتقعد تتكلم معاه وياخد من وقتك وتاخد من وقته عشان تشير ده، بل بالعكس. البروباجندا اللي معموله على الناس دي كلها مغطيه للاسف الشديد على الناس اللي هي بجد بقى بتعمل حاجه. هو في 3 4 5 6 10 في وسط المليارات اللي حوالين الناس اللي بجد قصصهم ممكن تريليت معاك انت اكتر من حد اوريدي وصل، 100%. اوريدي عمل 100%. واوريدي بيعمل وما زال بيحاول وما زال بيعافر. يعني انا كنت اول ما بدات اللايف ريكوردينج مع عمر بقول له ازيك عامل ايه ولسه بنعمل التكنيكال تشيك اب، قال لي بعافر. عارف كلمه كده هزليه اتقالت في النص بين اتنين صحاب، بس هو لو جيت فكرت فيها وجيت للحق هو ده اللي احنا بنعمله. انا في 100%. البودكاست ده بعافر، عمر في البودكاست ده بيعافر، في شغله عايز يقفل دلوقتي عشان يلحق يكلم معرفش مين ويعمل ويسوي، انا عايز اروح الحق مشاوير معينه. هي الحياه هتفضل كده، خلق الانسان في كبد، هتفضل كده. ولكن الفكره اللي انا بجد عايز اسرقها من عمر وقالها بطريقه بيوتيفول، استمتع باللحظه عشان ده اللي عندك دلوقتي، ودي المرحله اللي انت فيها. استمتع باللحظه قوي على قد ما تقدر، ازعل انت بني ادم نورمال. آه آه و it's fine not to be fine sometimes. ولا يا عمر؟ 100%. 100% وعادي جدا. يعني موضوع خلقنا الانسان في كبد دي بالنسبه لي turning point، لان انا على طول كنت مؤمن بحته اتعب دلوقتي، اتعب دلوقتي تتعب بعدين. زي يزرع من آه زرع. حصلت أكذوبة كبيرة، أكذوبة كبيرة. أنا تعبت في الجامعة وتعبت في العقود وتعبت. أنت ما بترتاحش. أنت كل ما بتمشي في حياتك كل ما أنت عايز تكبر، كل ما أنت عايز تحقق حاجة، كل ما أنت عايز توصل لحاجة، فأنت مش هترتاح. فأنت اللفة اللي حواليها إنه اعمل شغلك واتعب، بس في لحظات في الحياة كده الواحد ما بيلاحظهاش، انبسط بيها. انبسط بقى لما تقعد تتغدى مع عيلتك، انبسط لما تخرج مع صحابك مثلا بالليل مره او مرتين في الاسبوع، انبسط لما تعمل لك سفريه مثلا حتى لو سفريه واحده في السنه، انبسط لما تنزل تلعب ماتش كوره، انبسط لما حد صاحبك يقول لك كل سنه وانت طيب. كلها حاجات احنا ما بنركزش فيها، نعم كتيره حوالينا ما بنركزش فيها عشان احنا مشغولين طب انا بكره الفلوس بتاعتها هتحصل ازاي، وانا هجيب ما اعرفش ايه، واحنا ناسيين ان في ربنا بيدبر لك كل حاجه، ورزقك مكتوب من ملايين السنين. خلاص انت ليه وجع دماغك؟ انبسط، اعمل اهم حاجه تبقى عارف انت عامل عليك، نام بالليل عارف انت عامل عليك، بس انبسط باللحظه.
أحييك والله، لأ حقيقي فعلًا دي نقطة مهمة، وبترجّعني تاني لنقطة اللي هو giving your all أو ال100%. 100%. آآ 100%. عاجبني أوي معيار خلاص حطيت راسك على المخدة، راضي يا صاحبي والّا مش راضي؟ والله 100%. الموضوع positive برافو عليك، net negative you need to reflect. أنا شخصيًا 100%. اقتبست الmentality دي recently في زحام بقى الحياة بشكل عام، بتعمل مليون ألف حاجة ومسؤوليات ورايح جاي، حاطط راسك على المخدة، إيه الأخبار يا عبد الرحمن؟ net positive net negative طب إيه اللي حصل reflect وهكذا، وهتفضل بقى موضوع الiteration ده شغال لحد أمّا to specialize your craft. 100%. عمر أنت آخر حاجة أوعدك I'll let لأ you go. براحتك، أنا مبسوط جدًا، أنا ممكن أقعد معاك 4 ساعات لو عايز. ربنا يبارك لك. حبيبي. أنت رميت كلمة في النُص كده، أنا مش هاسيبها تعدّي كده على الفاضي وعلى اهم. المليان. قُلت لي خلّي بالك هو حلم الكورة ما انتهاش. حلو الsports، الكورة وقف، بس الsports ما انتهاش، إن أنا يعني أنا باحب الرياضة، عايز أشتغل في الرياضة. أوكي، تمام. والcourse اللي أنا قُلت لك اترفضت فيه قبل ما أخش أوضة أنا عملته. الفيفا. عملته من سنة ونُص. ومشيت في نفس الprocess by the way. يعني أنا دخلت الinterview، وفي الinterview أنا راجل باحب أتكلم، باحب أبقى يعني كده I give my all. ففي الinterview كانوا بيسألوني، كان في واحد من مصر وفي واحدة ما أعرفش هي من أنهي بلد، بس هي somewhere in Europe يعني. فبيقولوا لي: "أنت إيه طموحاتك؟ يعني إيه طموحاتك في الرياضة؟" قُلت لهم: "أنا عايز أبقى وزير رياضة في مصر، أنا عايز أغيّر الرياضة في مصر." قُلت في الinterview كده. جامد. ف فطبعًا قعدوا يتريقوا وما أعرفش إيه. وagain أنا لمّا اترفضت أول مرّة برضه ما حطيتش effort إن أنا برضه أجيب experience اللي هم قالوا لي: هي مش عندك في الinterview الأولاني." فقُلت لهم أنا لإن أنا I focus على أودو، خلاص أنا دخلت في حاجة فhafocus عليها، فما عرفتش أعمل حاجة في الرياضة. فقالوا لي نفس الكلام وحطوني waiting list برضه، يعني ما اتقبلتش. وبعد كده لقيتهم باعتين لي بيقولوا لي: "هتدفع وهتخش معانا الcourse." تمام. ولقيت نفسي في الcourse وأخدتها عِند إن أنا في الcourse ده أنا هاثبت للناس دول إن أنا الموضوع الهزار اللي هم قالوه والضحك وزير رياضة إيه والكلام ده كله، إن أنا هاثبته غلط. وأنا لمّا عملت الcourse أنا طلعت أول دفعة، ومشروع التخرُّج بتاع الteam بتاعي أخد أحسن مشروع. بسم الله ما شاء الله، يا ابني الله ف يحفظك يا ابني، الله ف يحفظك يا ابني. فبس، فالموضوع بالنسبة لي كان challenge. وهنا تيجي فكرة أنا لسه لحد النهارده يعني أنا عملت الcourse على أمل إن أنا أnetwork وأconnect ما عرفتش أعمل كده أوي. برضه again أنا introvert شوية. حسيت إن المجال ذات نفسه مجال الرياضة عشان تخشه محتاج علاقات قوية، أو محتاج history بتاعتك، تبقى لعيب، تبقى درّبت، تبقى اشتغلت في حاجة. كل الناس اللي كانوا في الcourse كانوا جايين كده. تقريبًا أنا الوحيد اللي ما عنديش الproper background كده. وما ما 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 عملتش علاقات أوي. ما عرفتش هاخش إزاي، ولسه لحد النهارده ما اعرفش أخش إزاي. دلوقتي الfocus الأكتر على الشركة والكلام ده كله، بس أنا one day at one point هapursue الموضوع. لسه مش عارف إزاي. دايمًا كل أول سنة باحط لي زي targets كده أعملها. أنا لسه ما حطيتش موضوع الsports فيها، بس ممكن بقى السنة الجاية، السنة اللي بعدها بس أحط الtarget ده I'll reach it somehow. يعني لازم. بالنسبة لي دي حاجة نِفْسي فيها، فهاوصل لها إزاي لسه هنشوف. ممكن بقى podcast AE talks كمان 3 سنين نبقى نيجي نحكيها. يا حبيبي يعني يا رب يمد في عمرك ويبارك يا فيك رب. كده ويبقى عندي الشرف الصراحة تاني إن أرجع الشرف أستضيفك. ليّا. أنا جِبت عمر الشيخ على فكرة. لأ أنا عارف. وزير الرياضة بقى، تصادفني كوزير رياضة بقى. بالضبط كده. لأ كلام جميل الصراحة. أنا عايز عندي آخر سؤالين. اتفضل. آخر سؤالين هم يا عمر، واحد لو عندك دقيقة واحدة تتكلم من قلبك لشاب جه واستحسن فيك النصيحة، وشاف إن أنت واحد ممكن فعلًا تنصحه من قلبك، هتقول له إيه في أي حاجة في أي حتة؟ نصيحة طالعة من عمر لشاب أو اللي أنا شابة. قُلته اللي أنا قُلته في الحلقة، وأكني باكلم إخواتي برضه ال3 اللي هم برضه شباب. آآ هي نفس الفكرة، إن يا جماعة الحياة بجد مش مستاهلة. إيمانك بربنا أهم حاجة في الموضوع، إنه تبقى عارف إن ربنا دايمًا كاتب لك اللي فيه الخير. أنت بتسعى
ولو الحاجة اللي أنت نِفْسك فيها أوي ما حصلتش، بجد مش عشان ربنا بيعاقبك أو حاجة، بالعكس عشان هو كاتب لك حاجة أحسن، ما تشيلش هَم الموضوع ده دلوقتي، هتفهم لقدّام. ف حُط أي حاجة هتعملها حُط فيها مجهود، حُط فيها الeffort بتاعك، وسيب الباقي على ربنا، وبجد، بجد اللي ربنا بيبقى كاتبه لك أحسن من اللي أنت بتبقى متخيّله 100 مرّة. فده ال ده ال ده ده بالنسبة لي أهم حاجة في الحياة، وده اللي أنا ماشي بيه، دي رسالتي. ربنا يبارك فيك يا عمرو والله حبيبي ربنا يخلّيك. ونعم الرسالة يعني، ونعم الرسالة. آخر سؤال هو لو عندك option أو عندك the authority إنك تجيب حد مكان الكرسي بتاعك أستضيفه، تنصحني أستضيف مين على المَلأ كده؟ حطّيتني on the spot أوي، أوي، بجد حطّيتني on the spot بطريقة لأ I مش know. عارف يعني لازم أصل دي برضه حاجة من الحاجات اللي في الbusiness إن أنا السنة اللي فاتت انعزلت عن العالم، social life وقفت، عشان كان الmain focus هو كده، فأنا مش متابع أصلًا مين بيعمل إيه ومين حاصل إيه والكلام ده كلّه، فإن أنا أrecommend لك حد لأ أنت لازم تستناني بعد الحلقة، صعب إن أنا أتحط on the spot كده، صعب، 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 لازم تستناني أفكّر لك فيها دي وأفتح لك بقى الإنستجرام وLinkedIn وأشوف مين بيعمل إيه أصلًا وأعرف الناس أصلًا أخبارها إيه، وبعد كده باقول لك الموضوع ده. خلاص، خلاص، أنا هاستناك anyway. اتفقنا. سؤال باحب كده أقفل بيه اللي هو إيه ده يا عم إحنا عشان الدنيا لطيفة. ليه الpressure ده؟ ما قُلنا بقى خُلِق الإنسان في كبد. 100%، 100%. عمور شرّفتني ونوّرتني، وحقيقي أنا ممتن جدًا لوقتك، الشرف ليّا. وممتن جدًا ل ل ل لرحلتك إنك ساعدت إن إحنا نديبانك زي ما بيقولوا أو نبسّطها للناس. أنت مزيج بين حاجات كتير أوي الناس بتعيشها يوم بيوم، وحقيقي أتمنى من الله عز وجل إنه دي تبقى حاجة الناس تتعلم منها ولو كلمة زي ما بنقول، لحد ما نعرفوش أو يعرفنا، تفرق معاه، لعل وعسى تكون المُنجية زي ما بيقولوا يعني. ف يا عم يا رب. thank you thank you so much from the bottom of my heart for everything. thank you أنت والحمد عشان أنت استضفتني، thank you بس بجد عشان أنت استضفتني، أنا مبسوط جدًا أنت مش متخيل. والله لأ، شرف ليّا وعلى راسي حقيقي فوق دماغي. thank you يا عمور. thank you so حبيبي much. تسلم لي، شكرًا.